لو هي في الأربعينية هذا خرجت وتزوجت متعة حرام؟ لا مو حرام. الله أكبر، ده اللي عايز أسمعه منك يا نور، ده اللي أنا عايز أبينه للناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمعني؟ أيوة تفضلي. سنية أم شيعية؟ لا شيعية. شيعية. أنت حتى الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى؟ ايه شنو يعني؟ بس الحسين بيعطي عندك أيضا صح؟ الحسين ينطي بأمر الله. أيوة، يبقى لا فرق بين الله وبين الحسين. يبقى الحسين بيعطي أيضا والله بيعطي. يبقى المفروض ما تبقيش حاطة الآية كده ولا سوف يعطيك صورة ليك في البروفايل بتاع الواتس ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فممكن يعني ربنا بيعطي للنبي، لكن في غير الله بيعطي برضه، ممكن يعطي للنبي وممكن يعطي للبشر. والحسين أعتقي الحسين ممكن تقولي لي؟ خلي أقول لك. أوقف خلي أقول لك. عزرائيل ياخذ الأرواح. هو يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فديت عمل ملك الموت، الله سبحانه وتعالى جعله يقبض الأرواح، ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت. فيقبض الأرواح، نعم بيقبضها. قل يتوفاكم ملك الموت، بيقبضها بإذن من الله تبارك وتعالى. لكن ملك الموت ده ما بيرزقش، ملك الموت ده ما يروحش يقبض روح إلا بإذن من قبل الله تبارك وتعالى وبأمر من قبل الله. لكن فين ملك الموت بقى يعطيك ويرزق ويعمل؟ وبعدين بتستدلي على آية بملك الموت على أن الحسين بيعطي. هو أنتم ما عندكمش أي أدلة خالص تفتنا الشيعية؟ هو ليه كل شيعي بنطلب منه دليل يروح يجيب لي دليل تاني بيتكلم في موضوع تاني؟ ما تجيبي لي من القرآن ان الحسين بيعطي. انا احاول فكرة لعقلك، احاول اوصل الفكرة انه عزرائيل ياخذ او ملك الموت مثل ما تقول ياخذ الارواح باذن الله، عيسى يحيي الاموات باذن الله، اذا اهل البيت ينطون للناس باذن الله. دليلك بقى وابو بكر وعمر والصحابة بيعطوا باذن الله. ايه اذا انتم تامنون بهم روحوا، بس انتم ما تامنون. لا مش لا يعني انت تخالفيني ما انا اقول ابو بكر بيرزق باذن الله. اخالفك لانه ابو بكر كافر بالنسبه لي. لا هو ممكن دين امك انت اللي هو فيه كفر وكده، فخليك مؤدبه ما تحاوليش تسيئي لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم عشان اخليك على الاتصال معايا. اول حاجه هتقولي طب ازاي ابو بكر بيعطينا باذن الله؟ هقول لك عيسى بيحيي الموتى باذن الله، عزرائيل بيقبض الروح باذن الله. هعمل زيك كده وهيجي واحد تاني ويقول لك ايه المرزا غلام احمد بيرزق ويحيي ويميت. دليلك ايه؟ عيسى بيحيي باذن الله، ملك الموت بياخذ الارواح باذن الله. والتاني يجي يقول لي احنا الحاخام اليهودي دوت بيرزق ويحيي ويميت ويعز. دليلك ايه؟ عيسى بيحيي باذن الله وملك الموت بياخذ الارواح. هو انتوا يعني الخبل اللي في دماغكم ده مش هتفوقوا منه؟ ما تجيبي دليل على ان الحسين يخلق ويرزق ويحيي ويميت. الدليل من القران الكريم، هاتي لي دليل ان الحسين بيخلق ويرزق ويحيي ويميت. يا ستي الحسين بيعمل كل شيء. ليه الحسين ساب الطفل عبد الله الرضيع سابه كده يقتل والدماء تسيل منه؟ لماذا ترك نساء آل البيت سبي عند يزيد في كربلاء مع ان الحسين بيفعل كله باذن الله؟ تفضل اجيب. خلينا ندخل في هذا المحور. ما دام انت قلت الحسين انقتل وهو يعلم الغيب، انت مو صحيح هذا اشكالكم على الشيعة؟ لا مش هذا، لا مش اشكال عن علم الغيب مع انك مش هتعرفي تجيبي علم الغيب. لا انا اشكالي ليه الحسين ما فعلش كل ذلك باذن الله زي ما انت كنت بتقولي دلوقتي؟ لماذا لم ينقذ الطفل الرضيع مع انه بيفعل كل شيء باذن الله؟ لماذا لم ينقذ النساء ولا يكون سبي عند يزيد باذن الله؟ تفضل. هسه اقول لك ليش. ياسر وسمية من استشهدوا بمرأة من الرسول ليش ما أنقذهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيده ولاية تكوينية. ما كان في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن النبي لا يعلم الغيب ولا بيده ولاية تكوينية ولا بيتحكم في جميع ذرات الكون. وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالسوء الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد حينما شج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وسال الدم الشريف على وجهه وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. تعالي بقى نرجع تاني وهفضل ماسكك في النقطة دي ومش هتهربي منها. لماذا الحسين إن كان يرزق ويعطي لماذا لم ينجي الأطفال في كربلاء؟ اتفضل. لأن هو اختبار للناس وللمسلمين. طب ممكن تقولي لي أحد الحسين رزقه أو أعطاه؟ احنا بالنسبة لنا الشيعة
نعم. اوهو اوهو اللي انت هتغني اغاني افريقيه ولا إيه؟ مش انت الشيعيه اللي اتصلت اول امبارح وقلت لي القران محرف يا بت؟ لا انا اول مره اتصل. انت ترى ان القران محرف؟ القران هاي اشكال اكو، بس احنا عندنا الشيعه هذا الموضوع به اشكال. لا انت انا ما بسالكيش عن الشيعه، انا بقول لك انت بتعتقد ان القران محرف؟ ايه مو دا اقول لك انا عندنا اشكال انه القران انه هو مو كامل، الكامل ويا الامام الحجه عليه طيب السلام. جميل، انت بقى بتقولوا النبي امرنا بالتمسك بالقران والعتره بالثقلين، الثقل الاكبر والثقل الاصغر، القران والعتره. طب القران فين؟ محرف. يعني ده مش، لا ده القران اللي جمعه عثمان، خلاص هسيب القران هتمسك بالعتره. العتره فين؟ هربانه وغايبه. يبقى احنا ديننا دين ضلال يا اختي، يعني احنا ديننا دين ضلال. القران محرف ومش موجود فيه اي شيء صحيح، والعترة غايبة. نتمسك بإيه بقى؟ نتمسك بالمراجع اللي امتهنوا النساء باسم المتعة واللي سرقوا الأموال باسم الخمس. نتمسك بإيه لا دام القرآن دلوقتي مش صحيح والإمام غائب؟ نتمسك بإيش؟ تفضلي. اسمعني اتفضلي أجيبيني أيوه. بس بالله عليك ما تغيري الموضوع. نتمسك بإيه؟ انت اسمك ايه الأول؟ نور. لا أعوذ، متأكدة؟ والله مش مهم. طيب يا أستاذة نور، دلوقتي القرآن محرف ومش صحيح والعترة هربانة، نتمسك بإيه يا نور؟ هاي بالنسبة لك العترة هربانة. مال هي فين العترة؟ بالنسبة فين العترة؟ احنا بين اقول لك بس لحظة اسالك سؤال، انت بالنسبة لك الحسين شهيد لو مو شهيد؟ سيبينا دلوقتي من موضوع الحسين، سيبينا من موضوع الحسين. لعن الله من قتل الحسين او اعان على قتله او رضي بقتله الشهيد السعيد ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. شهداء احياء عند ربهم مش عندنا هنا. ما كل شهيد بقى هنقول ان هو حي ويسمعنا ويرزق ويعطي. سيبك من الموضوع ده دلوقتي عشان ما نتنقلش الموضوع. بس معلش انت العترة فين؟ انا قلت هربانة، انت بتقول العترة فين؟ العترة بالنسبة لنا موجودة. فين؟ يعني فين تريدها شنو؟ احياء يبقون طول العمر شلون يعني مثلا؟ طب ازاي نتمسك بالعترة وهي مش موجودة؟ فين امامك المهدي؟ امامك متمسك بالرسول وهو ما موجود، شلون متمسك بعمر وابو بكر وهم ما موجودين؟ انا تمسكت بالرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الرسول اللي موجودة. ايه هم لعد انت شنو انت تضحك علي لو شنو؟ يعني هم سنتهم موجوده وين سنه الرسول؟ بس ده اللي انا عايز اسمعه منك عشان تسكتي وفي الاخر تاخذي رصاصه الرحمه اللي بنعطيها للمعممين. اول حاجه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اتى يا شيعي يا موالي قال لنا ايه؟ قال لنا إيه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام عياذا بالله تمسكوا بيا ال 23 سنه اللي انا هعيشهم فقط وبعد كده لا تحتاجون ليا. ليه يا رسول الله؟ ما احنا عندنا سنتك. لا تمسكوا بسنتي. امال في ايه؟ في سنه ثانيه هيجوا بعديه هيقعدوا 200 سنه بس وبعدين هيموتوا. سنه الائمه عندكم اللي بقى لهم 1200 سنه، فالسنه بتاعت الائمه موجوده بقى لها 1200 سنه. فالنبي اتى وقال لنا دعوا سنتي وتمسكوا بسنه اناس اخرين. لذلك الشيعي يا عيني لا تجد في دينه تمسك بسنه النبي. كتاب الكافي اللي فيه اكثر من 16,000 روايه، عدد روايات النبي صلى الله عليه واله وسلم 92 روايه فقط. ليه؟ علشان الاخت ظلمات الاخت نور بتقول لك لا ما احنا عندنا بقى سنه مين؟ سنه العتره، نتمسك بسنه العتره. فتركنا سنه النبي وتمسكنا بسنه العتره. طب لماذا لا نتمسك بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ تفضل. اسالك سؤال. انت تؤمن المباهله اللي موجوده بالقران؟ مالها الايه المباهله؟ اقرايها كده. آية المباهلة هسه بغض النظر أقرأها أو لا اقرأيها. مش أنت بتستدلي بآية؟ أنا نسيت القرآن محرف عندك. طب إزاي تستدلي بيه والقرآن ده الآية المباهلة ممكن تكون مش صحيحة عندك؟ كيف تستدلي بيها؟ شنو التشبيك؟ ما تقول ايه مالك؟ ايه اتلخبطتي ليه كده؟ شبيك ايه؟ مش انت بتقولي ان مش انت لسه من شويه بتعتقدي بان القران محرف؟ طب ازاي بقى تقرا ايه المباهله؟ ليه تستدلي بيه؟ ما هو ممكن واحد يقول لك لا يا نور الايه دي مش صحيحه، يطلع لك واحد زي دلدول ساره مثلا حامل القرش يقول لك لا الايه دي مش صحيحه. المهم اتنازل معك. مالها ايه المباهله؟ المباهلة ليش ما طلع عمر وابو بكر وياه؟ ليش طلع سيدة لان اي احد هيباهل. انا هروح اخد جاري، هقول للجاري تعالى معايا، هيقول لي رايح فين؟ هقول له تعالى علشان هباهل عليك. هو اللي بيباهل بجيرانه ولا بيباهل باهله؟ لذلك انت عندك في كتاب علل الشرائع للصدوق قال ان في كتاب المفيد قال ان الاسقف وعبد المسيح قالوا إذا خرج محمد بأهله فلا تباهلوه وإذا خرج بأصحابه باهلوه. ولذلك النفوس مجبلة على الخوف على
الأقارب أكثر من غيرها. يعني وضربت مثل قبل كده ما تكلمت، أنا بحب مثلا إمام الحرم، فما أجي أقول لك يا رامي عيسى أنت ترى أخوك أفضل ولا إمام الحرم؟ أقول لك لا مفيش مقارنة، إمام الحرم أفضل من أخي أنا أرى بكثير. طيب بتحب أخوك أكثر ولا إمام الحرم؟ هقول لك مفيش مقارنة، أحب أخي أكثر. فالنفوس مجبلة على الخوف على القريب أكثر من الخوف على الصاحب. فواحد هيروح يباهي هياخد أصحابه معاه؟ لا، هياخد أهل بيته. لكن النبي خد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في المباهلة. فيها إيه دليل دي؟ الدليل ده فيها إيه؟ وأنفسنا وأنفسكم، فيها إيه الدليل دي؟ أنفسنا وأنفسكم. تخيل يقول علي الإمام علي أنفسنا وأنفسكم. يعني الإمام علي هو نفس النبي صح؟ صح. طيب إن عائشة نفس النبي أجيب لك دليل؟ إيه؟ قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهي زوجة النبي، فهي نفس النبي وبتعلم الغيب ومعصومة. سكت ليه؟ لا اقفلي بقك يا اختي وخليكي معايا بس تعالي. والصحابة نفس النبي، الصحابة يا نور نفس النبي. الله سبحانه وتعالى قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. دي أقوى من آية علي وأنفسنا وأنفسكم فقط، لكن دي جاءكم رسول من أنفسكم وحريص عليكم. فالنبي كان حريص على الصحابة هو، والصحابة طلعوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ردي لي على دي يلا. خليني ارد عليك بقضيه عائشه. لا 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 لا، رد عليا الاول بالايه اللي انا استدللت بيها الان، لن انتقل لشبهه اخرى. رد عليا بالايه اللي انا استدللت بيها الان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علي نفس النبي عندك، خلاص الصحابه نفس النبي هو، وعائشه نفس النبي. بس خلينا في ايه الصحابه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فما معنى لقد جاءكم رسول من انفسكم؟ اتفضلي. اسمعني، ليش صارت عن عائشه؟ ليش؟ خليني ارد عليك. طب لقد جاءكم رسول من طب عائشه نفس النبي بهذه الايه ولا لا؟ خليني اجاوبك. عائشه طلعت على الامام علي في معركه الجمل؟ لو لا. طب وتسببت في قتل المسلمين؟ انا دا اقول لك طلعت على الامام علي بمعركه الجمل؟ لا ما طلعت على الامام علي. اصل الامام علي عندك كان خايف من عائشه، كله بيخاف من عائشه في دينها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك واشار كان يقصد بيت عائشه وقال من هنا يخرج قرن الشيطان. طب لماذا لم يقل عائشه؟ كان خايف من عائشه، بيستخدم التقي. حتى الله عياذا بالله في دينهم كان خايف من عائشه. ضرب الله مثل الذين وامراه نوح وامراه لوط، المثل ده ضربوا لعائشه. طب ربنا لم يذكر عائشه ليه في الايه دي؟ كان برضه استغفر الله في دين الاماميه القذر، كان خايف من عائشه وكان بيستخدم التقي. طب والامام علي حاربت الامام علي وقتلت المسلمين. طب والامام علي عمل ايه؟ ارجعها معززه مكرمه الى المدينه. ليه كان خايف من عائشه؟ سبحان الله. يعني عائشه دي عاملينها جبروت لا احد يقدر عليه. بابي وامي رضي الله عنها العفيفه الطاهره المبرأه من فوق 7 سماوات. خرجت عائشه رضي الله عنها للاصلاح وكانت في الجيش، وممن خرج معه لم تخرج بدون محرم. خرج مع ابن أختها عبد الله بن الزبير، ده رقم 2. وخرجت للإصلاح وأرجع علي رضي الله عنه معززة مكرمة ولم تخرج للقتال، ده رقم 3. بس معلش زي ما أنت بتتكلمي، إزاي السيدة فاطمة خرجت تطالب بأرض فدك؟ تطالب بحقها، مو تطلع طيب بتطالب بحقها. كيف تخطب في المهاجرين والأنصار؟ ترضي انت يا نور تيجي مسجد في رجال أهل سنة وتقفي على المنبر تخطبي في الرجال؟ اي عادي. انا عارف انا عندك عادي وكل حاجه عادي، والمتعه بالبكر بغير اذن وليها عادي، وانك تخرجي تقفي في الرجال عادي. عندك انت يا ماما عادي. لكن فاطمه الطاهره رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش عادي. الله سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن. فكيف تخرج فاطمة؟ انت بقى ترضي انك تخرجي، انت ترضي تخرجي وتقفي على المنبر كده وتخطبي في الرجال عادي؟ ده عندك عادي. وجوزك يبقى قاعد في البيت عادي، لان سيدنا علي عياذا بالله ترك فاطمة وجلس في بيته عياذا بالله. كفاكم طعن في فاطمة يا نور، كفاكم طعن في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم انت استدلت بآية، شفت ما رحت تشعبت ازاي؟ ألزمتك وجبتك وربطتك ورجعتك تاني لآية المباهلة بقى. فما تخرجيش من آية المباهلة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هربت منها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهل يفهم من ذلك أن الصحابة نفس النبي؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هي نور كاتمة صوتك ليه؟ صوتك مكتوب. نور أنا بس هخفي رقمك أهوت، وصوتك مكتوب عليه مكتوم. هي نور ليه يا نور؟ تم كتم صوتها. ليه يا نور؟ افتح المكالمة يا نور. رحت فين يا نور؟ ايه يا نور؟ ضعفتي خلاص يا نور؟ عرفت ببطلان دينك يا نور؟ كل يوم تخش. ايه كنت كاتمه صوتك ليه يا نور؟
هسه انت يعني ما ادري والعباس يعني كارثه، انت كارثه فظيع، ما تعطي مجال لا لواحد فظيع فظيع، علشان بعتكي بالادله على طول. ما انا ده قلت لك اهو، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهل الرسول هو نفس الصحابه؟ اتفضل. انت تستدل بالقران غير القران، قال للنساء النبي وقرن في بيوتكن. وقرن يا نور، وقرن في بيوتكن يا نور. ما معنى وقرن في بيوتكن؟ يعني عائشة لا تخرج خالص، لا يعني لا يخرجون لأي مكان، لا يخرجون لصلة أرحامهم، لا يخرجون إلى الحج والعمرة، لا يخرجون. ما معنى وقرن في بس ما بيوتكن؟ يطلعن مع معارك، ما إيش؟ يطلعن معارك. لا خرجت وما كانت خارجة لمعارك، وما كانت تعلم إنها يحصل معركة، وخرجت مع ابن أختها فلم تخرج بدون محرم. لكن انت ما شاء الله الان بتخرجي في الاربعينيه يا نور بالاسبوع، ابوك ما يعرفش انت فين، وتقولي له انا في المشايه، وانت عارفه المشايه بقى. فبتخرجوا، ده حل يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم يا نور. وبعدين انت قلت لها هو تقبلي انك انت تخطبي في الرجال، وتاتي في مسجد اهل سنه وتطلعي على المنبر تخطبي والرجاله قاعدين كده عادي، فاكيد يعني ترضي بالاربعينيه ده. نرجع للقران تاني يا نور، عندك ادله من القران على تنصيب القران نرجع. انت هسه ايش كم وحده شيعيه انت طعنت بعرضها؟ لا انا ما بطعنش بعرضها، انا بقول اللي بيخرج في الاربعينيه. انتوا عندكم ورب الكعبه شهيد العتابي اللي بيقول كده، ارجع لشهيد العتابي. شهيد العتابي بيتكلم عن اللي بيخرجوا في الاربعينيه بدون محرم. انت لا يوجد شيعيات بتخرج الى الاربعينيه دون محرم. وشرط انه هي تكون مو شريفه؟ لا وانا لم اقل هي شريفه، وانا لم اقل ذلك. انا يعني بس انا كنت عايزك تكرر ذلك، انا عايزك تكرر ذلك ان بتخرج الى الاربعينيه بدون محرم. طب انا سؤالي يا نور، لو هي في الاربعينيه هذا خرجت وتزوجت متعه، حرام؟ لا مو حرام. الله اكبر، ده اللي عايز اسمعه منك يا نور، ده اللي انا عايز ابينه للناس. تخرج الشيعيه تقول لي لابوها انت رايحه فين يا فلانه، مش هقول اسم، انا رايحه الاربعينيه للامام الحسين، تمشي باليومين، احنا ماشيين 3 4 ايام 5 ايام، قابلت رجل في الطريق قالت له ما رايك ايها الرجل، هل تتزوجني متعه؟ او الرجل لا قال لها تزوجيني متعه، فالمتعه لا يتطلب منها اذن الولي ولا يتطلب منها شهود، فتزوجها وهي في الاربعينيه، ورجعت من الاربعينيه وهي بطنها مثلا في حمل او شيء، او خدت اي شيء لمنع الحمل. بس هل فعلت معصيه في دينك يا نور؟ لم تفعل معصيه. لا شلون الباكر لازم بعلم ابوها؟ لا والله، المرجع الروحاني اجاز بتمتع البكر بغير اذن وليها، والمرجع الشيرازي لا، هتنزل معك، هي ليست بكر، سيب. شوف خلي اقول لك شغله، اسمعني. لا استني بس، سيب يا نور، سيب وتزوجت ذلك. اسمعني، ما عندنا كتب صحيحه مثلكم احنا. ما انا عارف، انا ما بجيبلكيش كتب، ما عشان كده ما جبتلكيش الروايه اللي موجوده في تهذيب الاحكام، لا باس البكر ان تتمتع بغير اذن وليها، عشان هتقولي احنا ما عندنا كتب صحيحه، قالت لها تهربي منها. بس المرجع الروحاني اجاز ذلك، والمدرسه اجاز ذلك، والشيرازي اجاز ذلك. خش في الموقع، اكتبي الموقع الرسمي رامي عيسى، اكتبي كده على اليوتيوب الموقع الرسمي رامي عيسى، وخش على قسم الوثائق المتعه، هتشوفي الوثائق انا منزلها كده، مراجع كبار الان موجودين وبيقلدهم الشيعه واجازوا ذلك يا نور. بس انا بقول لك الان انا اتنازل معك ان هذه المراه، اسمعيني يا نور زي ما بسمع، المراه دي مش بكر، سيب. هل يؤذن، هل لابد من ان تستاذن؟ لا. ايوه ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور. فواحده بقى اتجوزت وطلقت وعندها 22 سنه مثلا يا نور، ماشي 22 سنه، وطلعت قالت انا رايحه المشايه لابوها، لا يؤذن بقى، لا تاخذ اذن جواز نكاح متعه ولا اي شيء. وهي طالعه المشايه قابلت شخص اعجبوا ببعض، هما ماشيين، هي بتمشي وهما ماشيين، اما لفف الورقه كده وقام كاتب الرقم وعمل الورقه كده، واما ده زي الفيديوهات اللي بنشوفها. ف الزينبيه الشيعيه المواليه، فورقه نازله، واخده الورقه فتحتها، ده رقم موالي، قامت جايبه الجوال، ايوه تيب 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 ترديد، الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. انت اللي رميت لي رقم، كنت تبغي ايه؟ ابغي زواج متعه. قد ايه زواج المتعه؟ حوالي 2 3 ساعات. يا ستي خليها نص يوم. طيب هنقعد فين؟ في فندق هيقابلنا في قربلاء، في اوائل قربلاء كده، فندق الانوار. طيب خلاص ان شاء الله. المهر قد ايه؟
انت عارفه عادي، المهر عادي يا ست، اي مهر، ما احنا كده كده ما فيش شهود ولا في اي حاجه. طيب خلاص ده رقمي وانا سجلته معاك، وان شاء الله نتقابل عند باب الفندق ونتزوج ان شاء الله، ولا اقول لك نتزوج في الغرفه فوق. شكرا، يلا باي، مع السلامه. اللي فعله دوت ليس دين بيتعبد به عند الاماميه. اتحداك الان تقولي ان ده حرام. حرام؟ لا مو حرام. بس ده اللي انا عايز اسمعه منك يا نور، مو حرام. شفتي يا طاعنه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ شفتي ايها الطاعنه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل بك الامر الى ماذا؟ الى انك تفعلي هذا، واقسم بالله لا يستبعد انك ممن يفعل مثل هذه الامور يا نور، والله لا يستبعد. اللي يدخل يطعن في عرض محمد صلى الله عليه واله وسلم، والمره اللي فاتت شتمت ام المؤمنين عائشه، هو ده بقى اللي وقرنا في بيوتكن يا نور؟ لا انت خدتوها وقرنا في فنادقكن، وقرنا في بيوت الفنادق وبيوت الليل، وخارجه وابوها فين؟ ده نور في الاربعينيه عند الامام الحسين، والامام يشفع لينا لاني تركت بنتي، ونور اتجوزت واحد وطلعت من واحد على الثاني والثالث والرابع. ده حال نساء الشيعة اللاتي، انتبه لا أعمم نساء الشيعة، نساء الشيعة اللاتي يطعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا بمثل هذه الأمور. فترى الشيعية تخرج كما اعترفت نورة هو، وتخرج وتقابل فلان في الأربعينية. والله سيد شيعي أقسم برب الكعبة مهتدي يقول لي والله يا شيخ رامي كنت ما احب يعني اتزوج متعه من امراه ولا حاجه، كنت اتفق معها في الاربعينيه. انا ما كنتش اعرف ذلك والله، لا من السيد الشيعي المهتدي دوت، الله يحفظه يا رب. اي والله، وليه مداخله في قوافل المهتدين عندي في القناه. قال لي ما كنت احب اتمتع بامراه، ما هتمتع بيها ازاي؟ مش عارف اعمل ايه. فيقول لي كنت نرتب في الاربعينيه ونتقابل انا وهي ونتزوج متعه عياذا بالله، ولا من شاف ولا من دري ولا حد شافنا ولا حد عمل. وامثال هؤلاء بيطعنوا في عرض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يطعنون في أم المؤمنين عائشة. كان معكم نور الشيرازية الرافضية التي تعتقد بتحريف القرآن ونكاح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سماحة شيخ أبو محمد رضا. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم لله أقرب. آمين آمين. أنتوا عندكم العيد بكرة برضو؟ كيف حالكم أخي الكريم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. الحمد لله يا شيخ. العيد عندكم غدا يا شيخ ولا لسه؟ أنا شفت السيد مقتدى الصدر. نعم. شاف الهلال، طلع نعم. فوق كده وعمل كده الهلال. من تقصد؟ السيد مقتدى الصدر، السيد مقتدى. يا أخي الكريم عيدنا كعيدكم، أليس العيد عندكم يوم غد الأربعاء؟ أصل السنة اللي فاتت كان مخالف، بس الحمد لله ظبطنا مع بعض الشهر ده الحمد لله. أنت كريم يا رب، الحمد لله. مهما نختلف يجمعنا التوحيد أخي الكريم. أيوة، قلوبنا التوحيد يجمعنا، ونحن نقول يا الله وأنتم تقولون يا حسين، وهذا التوحيد يجمعنا. ونحن كذلك نقول يا الله ولا نستعين بغير الله. طب حكم من يستعين بغير الله، هل هو مشرك؟ لا أحد يستعين بغير الله إلا من كان جاهلا، لكننا نتخذ من نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته وسيلة إلى الله تعالى. تستعينون بهم بالقرب إلى الله، وسيلة لله تعالى، هم أبواب رحمة الله، لكننا لا نشرك مع الله أحدا، نستغفر الله من هذا. طب إزاي تخدم هل الله أذن لك في القرآن يا شيخ أبو محمد؟ معلش يعني أنا عندي مثلا في القرآن الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا بتوسل بأسماء الله وبرحمتك، نتوسل بأسماء الله الحسنى، ونحن نتوسل برحمة الله تعالى. طيب جميل جدا. يبقى أنا عندي آية هتوسل برحمتك وبرحمتك نجنا من القوم الظالمين. بتوسل برحمة الله تبارك وتعالى أنا وأنت هو. نعم. فين نعم. بقى توسل بالحسين؟ عندك دليل من القرآن يقول لي توسل بالحسين؟ أتسمح لي؟ على راسي تدلل يا بعد قلبي. الله يحفظكم يا عزيزي. لنفترض أنا وأنت نمشي في طريق. نعم. أحدنا وقع في حفرة، عندما أقول لك يا فلان هل جعلتك شريكا لله؟ لا، لأن أنا حي حاضر قادر، فالاستعانة بغير الله تبارك وتعالى فيما يقدر عليه هذا الشخص. ولا أنا ممكن أضرب لك مثال، أنا بعرف أعوم وأنت ما بتعرفش تعوم، تسبح يعني، فأنت سقطت في مسبح
وقلت لي يا رامي يا سيد حيدر المساوي خذ يدي واخرجني، فانا سيد حيدر اخذت يدك فاخرجتك من حمام السباحه. فهل انت وانا مشركين؟ لا، لكن الامام الحسيني بقى ميت لا يسمعني وهو الآن في الجنة، الشهيد سعيد عند ربي في الجنة، فلا يسمعني ولا يقدر على أن يفعل لي شيء. اعطيك دليل بالقرآن؟ هات. بل أحياء عند ربهم يرزقون. احسنت. يا عم أنا عارفين والله انتوا بتفكروا في ايه قبل ما تتكلموا يا سماحة الشيخ ابو محمد، بس دول احياء عند ربهم بدليل يا شيخ ابو محمد. هل الشهيد لو زوجته ماتت، لو هو مات، هل يجوز لزوجته ان تتزوج؟ بالتأكيد. ليش؟ ما هو حي. ايه ده، بقت متزوجة 2، هل يجوز للمرأة ان تجمع بين رجلين؟ اخي الكريم. نعم. اخي الكريم، هل نرى الله بأبصارنا ام بعقولنا؟ دي مسألة أخرى، لأننا نرى الله يوم القيامة في الجنة بأبصارنا، والأبصار بتختلف. نراه بأبصارنا؟ نعم، لأن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأكبر عذاب للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنحن أهل السنة والجماعة نقر بما جاء في كتاب الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أننا نرى الله يوم القيامة، ونقر بما جاء في القرآن الكريم كلا إن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونقر إن أشد عذاب على الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. بس هذه مسألة أخرى، نرجع أنا وإنت بقى لمسألتنا. الإمام الحسيني كيف يسمعني ويراني؟ هل الإمام الحسيني يسمعنا الآن؟ نعم. الإمام الحسيني يسمعني أنا وأنت الآن؟ نحن من عقائدنا شيعة أهل البيت سلام الله عليهم نعتقد أن الحسين ما دامه شهيد فهو حي، وكل الشهداء أحياء. يعني قاسم سليماني يسمعني الآن أنا وأنت؟ نحن نتخذهم قاسم سليماني يسمعنا الآن؟ لأنهم قريبون، نحن نحبهم لحبنا لرسول الله. طيب قاسم سليماني أنت بتقول عليه شهيد، هل هو يسمعنا الآن؟ أنني أحبك. نحن لا نحب أحد إلا من كان قريبا لرسول الله. أحسنتم، واقعا وقائما وقاعدا. هل قاسم سليماني حي الآن يسمعنا؟ ما علاقة قاسم سليماني بالموضوع؟ شهيد وانت قلت الشهداء أحياء. ما علاقة قاسم سليماني بالموضوع؟ شهيد وانت قلت الشهداء أحياء. هل قاسم سليماني شهيد؟ أنتم تعتقدون أنه شهيد. أنت ماذا تعتقد؟ أنا خايف تزعل مني. لا ما أزعل، نحن لأن احنا كلنا سواء أنا أو أنت أو قاسم سليمان كلنا إخوان ضد اليهود، فأنا أعتبر السيد قاسم سليمان إنسان زنديق، أسأل الله أن يجعل قبره حفرة من حفر النيران. بس خلاص انتهت. هذه حريتي، عقيدتي، هذا من قلبي والله. هذا اللي قتل في أطفال سوريا واغتصب في النساء، فأنا أراه إنسان زنديق، أسأل الله أن يزيد العذاب عليه الآن بعد ما كان كباب وكفت. المهم نرجع بقى أنا وأنت الآن. هل شهداء الحشد الشعبي يسمعوننا الآن ويروني أنا وأنت؟ هل شهداء الحشد الشعبي شهداء؟ عندك يعني أنا بتكلم يا شيخ، عندك أنت شهدائكم يسمعوننا الآن؟ أنا أسألك عندك أنت. هذه الجزئيات نحن نختلف، ولكن ما يجمعنا هو الله، ما يجمعنا هو رسول الله، ما يجمعنا هو القرآن الكريم يا أخي. نعمة الله الجزائري في هذا الكتاب، كتاب الأنوار النعمانية، رئيس الملقب برئيس علماء الشيعة، قال لا نجتمع معهم لا على إله ولا نبي ولا إمام، ذلك أنهم يقولون هذا الرب الذي نبيه محمد وخليفته من بعد أبو بكر، فنحن لا نؤمن بهذا الإله ولا بهذا النبي. لكن أنا مقصدي بلاش الحشد الشعبي. الشهداء عندك الآن يسمعونني أنا وأنت؟ الشهداء يسمعونني أنا وأنت؟ القرآن يقول يعني الشهداء أحياء يسمعون أنا وأنت الشهداء؟ يعني لو في شهيد جنب بيتك الآن ميت، هل سمعنا أنا وأنت الآن؟ كل شهيد حسب ما يقول القرآن أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء فين بقى يا شيخ؟ ما تكمل الآية يا شيخ أبو محمد. أحياء عند ربهم. نعم عند ربهم، فنحن يعني نؤمن مش عندنا في الدنيا هنا، يعني مش عندنا في الدنيا. بالله عليك جاوبنا على السؤال ده، لحسن ريجي نشف وكل شويه يشرب ميه. هل الشهيد عندكم الان؟ اشرب ميه بس لحسن ريجي نشف. نعم. هل الشهيد الان عندكم؟ هنيئا مريئا. جزاك الله، حياك الله سيد حيدر يشرب الماء حزنا على ابي عبد الله. حياك. هنيئا لك. حياك الله. هل الشهداء الآن يسمعون أنا وأنت؟ الشهداء؟ إيه؟ ماذا يقول القرآن؟ بل أحياء عند ربهم. عند ربهم. إذن هم عند ربهم يسمعوننا. يعني هم يسمعون. طيب الشهيد اللي زوجته تزوجت بعد موته، هل يسمعها هي وزوجها الجديد بقى؟ هو عند ربهم يسمع. أيوة، هنا
هنا مش هتجاوب يا سماحه اجلد بقى، اجلد. هنا مش هتجاوب ليه بقى؟ لان هيسمع على هواه، هيسمع اللي احنا عايزين نسمعه بس. بقى الدين دين هوى يا شيخ ابو محمد. بل احياء عند ربهم يرزقون، احياء عند ربهم. وتاني حاجه الله قال يرزقون ولم يقل يرزقون. وتاني حاجه الشهيد ما بيموت التركه بتاعته بتقسم يا شيخ ابو محمد، صح؟ وزوجته بتتزوج من بعده. طيب ما المشكلة في ذلك؟ يعني الإمام الحسيني لا يسمعنا ولا يرانا. أخي الكريم، أنا عندما أقول يا حسين مثلا لا أقول يا حسين أعطني شربة ماء، ولكن أقول يا حسين بقربك من الله تعالى أتوسل إليك بشفاعتك، وبقربك من الله تعالى أن أكون كذا وكذا يا عزيزي. لا أقول له ساعدني في كذا أو ناولني شربة ماء مثلا. أرد على حضرتك ممكن؟ لو تسمع. تفضل عزيزي. الله أذن لك. أنا معايا القرآن وجبت لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو أتوسل بعمل الصالح ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا. أو أتوسل بدعاء الرجل الصالح شريطة أن يكون على قيد الحياة وقلبي معلق بالله كإخوة يوسف حينما قالوا يا أبانا استغفر لنا. لكن هل الإمام الحسين الآن سمعنا يرانا ويجوز أن نتوسل به؟ دليلك من القرآن. الله يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قميص أخي الكريم، نبي الله يعقوب قميص يوسف رد إليه البصر. لا ليس قميص يوسف. وبعدين يوسف نبي، ويجوز أن يجوز التبرك بعرق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجوز التبرك بثوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو حي خدت هذا تبركت به، لكن أنا أروح أتبرك بقبر أو أتبرك بذلك. فيوسف نبي، وبعدين ما قالش خذوا هذا سيرد إليه بصر القميص، لأنه وجد ريح يوسف، وكان تعب يعقوب عليه السلام لفراق يوسف، فعلم بعودة يوسف مع هذه الرائحة، مع رائحة قميصه، ونبي معصوم. لكن أنا سؤالي الآن يا سماحة الشيخ، هل يوجد دليل في القرآن يأمرني أن أنا أتوسل بالإمام الحسين؟ الله يرحمه. نعم. سعيد أن أنا بتكلم معاك يا شيخ أبو محمد. شيخ محمد، شيخ محمد الخط مفتوح والله. شيخ محمد النت عنده مشكلة الشيخ أبو محمد. خلينا نرجع نجيبه تاني. الدين بقى كله هوا. الإخوة اللي بيتصلوا صعب إن أنا أقبل اتصالات أحد الآن. شايفيني في مناظرة؟ هحاول أجيبه تاني الشيخ أبو محمد. ما في دليل. الدين بقى كله هوا، ما في دليل على هذه العقائد. الله المستعان. كان معكم الشيخ أبو محمد أبو محمد رضا حرابة. أسأل أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد، والحكم لكل شيء عاقل. استمع إلى هذا البث، إلى هذا الاتصال. أيوة السلام عليكم. كل عام وأنت بخير أبو فاطمة. الشيخ العراضي حياك الله. الشيخ نبيل العرداوي حياك الله. كيف الحال؟ أقول لك عجب هاي المرة احنا وياكم هاي فطرنا سوية. سويتوا كحك العيد ولا لسه يا شيخ نبيل العرداوي؟ بتاكل كحك العيد؟ اعلن لك المكتب قال عيد إيه؟ ان شاء الله. ومن سوى كحك العيد ككرسي التربة الكربلائية فهو يحب الإمام الحسين. حياك الله يا شيخ نبيل. تربة كربلاء شوية. لا ما انا قصدي، ما هو كحك العيد بيبقى نفس الكرسي هذا. كحك العيد بيبقى كده، فانا اكل بيعملوه كده. فان سويت كحك العيد بنية انك تتشبه بالتربة الكربلائية فانت تحب الامام الحسين. حياك. كان عندنا سؤال النهارده، كنا بنتكلم في موضوع التوسل. الناس اللي تسمعني شيخ؟ نعم. الناس اللي بتتوسل بالامام الحسين، سمعني؟ توسل بالله، الله سبحانه وتعالى. يا الله أنت شاف كل مريض. الله أكبر. إذن الشيخ نبيل العرداوي يعترف هنا أنه لا يجوز للشيعة أن يتوسلوا بالحسين، وأن الذين يتوسلون بالحسين هم على ضلال، صح؟ لا غلط. طب ليه بقى ما أنت لسه من شوية يا شيخ قايل لي إحنا بنتوسل إلى الله وندعو الله، ففي ناس بتتوسل بالحسين، فهل هؤلاء على صح؟ شيخ رامي تدلل يا بعد قلب رامي. يا الله ناكل كحك التربة انا وانت. عاجبه الك وايدي.
حياك. يعني كل واحد إمامه وكل إناس يذهب إمامهم. أنت يا هو إمامك، أنا إمام الحسين. لا أنت مش إمامك الحسين، من إمام زمانك الآن؟ إمام الزمان صاحب العصر والزمان، الإمام محمد ابن العسكري، إيه ابن الحسن العسكري. ابن الحسن العسكري. ايوه، يبقى اذا بقى الامام وجعتني والله، هذه وجعتني والله، هذه قويه الاخيره، هذه قويه. سامحني يا شيخ نبيل والله، انا كنت بجلد بس الاخيره جت قويه في صوابعي. بص يا شيخ نبيل العرضاوي، دلوقتي الحسين ليس امامك. هتقول لي ليه يا رامي عيسى؟ لان انقطعت امامه الحسين، فالحسين كان امام على المجموعه اللي كانوا معاه في معتقدك. اما الان امامك الذي وجب عليك اتباعه هو الامام الثاني عشر، صح؟ نعم هو هذا حي موجود. ايوه، لكن الامام الحسين ليس امامك الان، انقطعت ولايته. اما انا اقول لك من امامك الان تقول لي امامي. بس يبقى امامي. بس من امامك الان، امام عصرك الان؟ محمد ابن العسكري. هو موجود فين؟ حد يعرف محمد ابن العسكري هذا؟ كما اخوة يوسف. مالهم الله اخوة يوسف؟ مالهم اخوة يوسف بامامك؟ اخوة يوسف من اجوا لاخوته ما عرفوا، احنا امامنا ما نعرفه. يا الله، طب ما هو اللي يموت وما يعرفش امامه. وسالتني قلت له تعرف امامك؟ قلت لك امامنا يعرفني بس احنا ما نعرفه. يعني هو عارفك؟ طب يعرفني؟ ايه هو يعرفني ويعرفك. الله، عارفنا كلنا؟ يعني عارف ان انا بشكس المعممين كده، احب اتصل على المعممين بالليل كده وبالنهار وفي كل وقت. طبعا اخوة يوسف عليه السلام. طب شيخ نبيل تكلموا يوسف، اخوة يوسف من تكلموا يوسف يعرفونه؟ لا ما كانوش يعرفوه. شفتم دين الشيعة؟ شفتم الأدلة؟ شفت أنا كاتم صوتي؟ شفتوا أدلة دين الشيعة؟ دليلك إن إمامك المهدي عرفنا إخوة يوسف. نعم يا شيخ نبيل. طب شيخ نبيل، هو الإمام زعلان مني إن أنا بتصل على المعممين ولا فرحان إن أنا بكشف المعممين؟ سكر خط الشيخ نبيل، هنجيبه اتصل الشيخ نبيل بالله عليك، ده انت ما شاء الله. الدليل على ان الامام المهدي موجود اخوة يوسف. الدليل على اننا لا نرى الامام، يا عم قلت لك اخوة يوسف، ده دليل، دي ادلة معتقد الامامية الاثني عشري. وانا اعرف ان في كثير من عقلاء الشيعة لا يقبلون بهذه العقيدة الواهية. كثير من عقلاء الشيعة لا يقبلون بهذه العقيدة الضعيفة. كان معكم الشيخ أسأل أن يهديه نبيل العرضاوي. السلام على من اتبع الهدى ودين الحق. لا سلام على أبناء المتعة اللي وضع صورة حمير المشرشر. شوف يا ابن أتباع المتعة اللي وضع صورة حمير المشرشر، اللي بيقول لك علي ومحمد الخالقين أو الخالقان الرازقان. أتحداك في مناظرة الآن أنت وشيخك في أن تثبت لنا أن علي ومحمد هم الذين خلقوا الكون. تفضل. اسكت خلط. اسكت. لا دي تقولها للحجية وفي الخيمة مع المعمم. شوف بقى الحجية عندك بتروح فين. أنا عارف إنك بتطعن وبتسب دلوقتي في أم المؤمنين عائشة، بس أنا كاتم صوتك ولا يسمعك أحد إلا أنا، فخليك مؤدب كده عشان ما أودكش عند الحديدة المشرشرة اللي ضابط التحقيقات كان بيعذب حمير المشرشر في ودنه الثالثة بيها. فخليك وأنت حاطط صورة حمير المشرشر كده خليك مؤدب عشان أسيبك معايا. الآن مناظرة بيني وبينك في إثبات إن علي ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخالقان الرازقين. اتفضل. رامي ده مش اسم شركة، اسمي الشيخ رامي. خلينا نرجع انا وانت تاني دلوقتي، مناظرة بيني وبينك. اثبت لنا الان ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي هم اللي خلقوا الكون. اسم يا شيخ. طيب علي ومحمد كيف خلقوا الكون؟ اسمع انا عندي سؤال. لا 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 خلي السؤال ده لفه وحطه في ودن امير المشرشر مع الحديدة المشرشرة. خليك بقى دلوقتي انا وانت الان اثبت لنا ان علي ومحمد هم الذين خلقوا الكون. اتفضل. امي يلا انتوا مالكم نايين كده يلا؟ هو زي التحقيقات كان بيعمل معاكم ايه يلا بالظبط؟ يلا انت وشيخك حمير المشرشر. خليك راجل كده وعشان ما اودكش عند سيد عمود، واثبت لي ان علي والنبي صلى الله عليه وسلم هم اللي خلقوا الكون. تفضل اشرح رواية. طيب شكرا، مش هشرح روايات. اثبت لي ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب هم اللي خلقوا الكون. رامي اشرح مش هشرح روايات. انا ممكن اشرح لك ازاي ساب التحقيقات كان معاه الحديده وكان بيعذب امير القريشي وهو اللي اعترف بنفسه. ممكن اشرح لك دي بس بعد البث. خلينا دلوقتي انا وانت الان تحاول تثبت لي. والله العظيم يا اخوه اقسم بالله دول اتباع امير القريشي. بص انا بكلمه في ايه وبقاله معايا 3 دقيقه وكررت عليه السؤال كم مره، لكن مش هيفهم حاجه.
اثبت لي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم هم اللي سألتني خلقوا. سؤال، سألتني تسمع الجواب جيد. اي اتفضل. سألتني بعقيدتي راح أجاوبك بعقيدتي، سألتني سؤال واحد راح أجاوب جواب واحد. احسنت والله جيد. اسمع، راح أجاوبك جواب واحد. إذا سألت ورا الجواب مش لازم أسأل. جيد. اذا سالت ايش؟ إذا أنت هسه أنا راح أجاوبك، إذا سألت ورا الجواب، إذا أنت مرة ثانية هم سألت تعلن هروبك. جيد. طيب جميل، بس احنا الان في مناظره، انت شيخك كاتب ان علي ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه هم الخالقان الرازقين، فانا اريدك ان تثبت لنا ذلك، اثبت لنا ذلك ان شاء الله، واحنا في البث اهو بعدين تسال سؤالك. راح أجاوبك بعقيدتي. جيد. يلا اتفضل. راح أجاوبك بعقيدتي، ما لك حق تقاطع. جيد. بس تقاطع أسد اتصال وتعلن هروبك. جيد. اتفضل. يلا. احنا باعتقادنا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جيد. اليد احنا عندنا اليد بمعنى القدرة، بمعنى انه يد محمد ومحمد، القدرة هي من غيرنا. جيد. واحدة بس، انت بتتكلم منين دلوقتي؟ عشان انا سامع صوت الحديدة اللي سامع صوت شرشرة جنبك كده. انت بتقول والسماء خلقناها بأيد، أيد غير يدي، بقوة، ماشي بقوة، يعني أيد هنا محمد وعلي، صح؟ وقف شلون؟ اقف؟ لا، ده تقولها للظابط التحقيقات وهو بيعذب شيخك جامد قوي، تقول له اقف. انت بتقول ايد والسماء خلقناها بايد، الايه اللي في سوره الذريات على ما اذكر، ايد اي محمد وعلي، صح؟ صح؟ لا بابا، بس بابا انا مش ابوك، لا ولك هتجيب لي مصيبه يخرب بيتك. روح يا عم ابحث على ابوك في الحوزه ولا في الحسينيات ولا في الخرابات يا عم. لا، شيخك اميركم، اسال الحجيه، ما تسالنيش انا يا عم ابوك ايه يا عم. الله يستر، ما تقولكش ابوك المعممين اللي كانوا في الحوزه، لا ماليش دعوه. اتباع حمير القريشي، ما تجيبلوش مصيبه يا عم بالله عليك، لا يكون حد قريبنا بيشوف البث ولا حاجه. لا، هرجع اسالك تاني، خليك دلوقتي ما تقوليش لا بابا ولا اي حاجه من الكلام دوت. هرجع واسالك تاني، والسماء خلقناها بايد أي محمد وعلي، يعني اللهم أما أقول اللهم صل على أيد وآل أيد، يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، صح؟ اتفضل. وينك هاي بالقرآن والسماء خلقناها؟ تشبيك. والله يعرف القرآن. وينك هاي والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم المهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. هي لا حافظ قرآن وأنت مفكرني زي حمير المشرشر اللي بيقول لك القرآن محرف. أرجع وأسألك تاني يلي من أتباع حمير القريشي، أرجع وأعيد تاني، والسماء خلقناها بأيد. أنا قلت خلقناها؟ إما أنا قلت خلقناها؟ إما انت ليك انت ما انت قلتها ايه؟ معلش قول لي قلتها ايه؟ الاخوه اللي بيقولوا اعطيه مجال الان هيسب وهيشتم، فانتم مش عارفين حاجه ولا تعرفون كيف هؤلاء يعتقدون. مغلوب. ايه؟ خلي كمل الجواب. هسه اعلنت هروبك، انا فيديو هذا مسجل. طب انت اعلنت هروبك، بس راح اكمل جوابي. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. ايوه كده. اليد بمعنى محمد وآل محمد. ايوه، والجمع بنيناها اي محمد وآل محمد. والجمع بصيغه انه محمد وآل محمد كل جمعه. طب ثواني، بنيناها بايد يعني محمد وآل محمد، يعني ما انا اقول الان اللهم صل على ايد وآل ايد اي محمد وآل محمد، صح؟ تعال هي انت ليش تصير؟ خلينا واحده وخليك مؤدب بس ما تسبش. ايد اي محمد وآل محمد، صح؟ مشاهديك اقرأ لنا الروايه بقى اللي عندك اللي بتقول الايد بنيناها بايد، الايد هي محمد وآل محمد، تفضل. انت ليش تصير كمل؟ بشرط لا تسب، بشرط لا تسب، تفضل. انا هربت اهو خلاص، يلا تفضل. بشرط لا تسب، هسيبك تكمل اهو. بين لي ان بنيناها بايد، ايد اي محمد وآل محمد. اقرأ لنا الروايه كده، اتفضل. رامي هاي اخر مره، اذا قاطعت تعلن هروبك. جيد. اتفضل اقرأ لنا الروايه بقى ان ايد اي محمد وآل محمد. جيد. راح اقرا الروايه. جيد هسه.
لا إذا ما انا هيبقى قاطعت عليا تعقيب تعلم على الربع. الروايه، عليا تعقيب على الروايه وانت بتقراها. ماكو تعقيب. ليه بقى؟ هو انا شغال عند اللي جايبين امك؟ اما له تعقيب دي، اما انا اكون عندكم مثلا وشغال عندكم ولا حاجه تقول لي ما كنت سوي هيك وافعل هيك، اقول لك ماكو تعقيب. لكن اعتبرني ظابط التحقيقات يا عم. في ايه بس يا تلميذ حبير القريش؟ انا بس عايزك تقول لي ما تهددنيش بص ماكو تعقيب. يعني ايه ماكو تعقيب؟ ما هو لازم اعقب. اقرا الروايه علشان نسمعها مع بعض. انت بس كده انت مو قاعد اقول لك منها كمل الروايه تعقب. انت ايش فيك انت؟ ايوه جميل جدا، يعني هتكمل الروايه وعقب. جميل، تفضل. شيء ذا تفضل. خلاص شكرا، يلا اتفضل اقرا يلا الروايه. اقرا. اقرا الروايه. تسمعني؟ اقرا الروايه. تسمعني؟ اقرا الروايه. اوقف خليني اطلع الروايه لحظه. لحظه تسمعني؟ يلا منتظرينكم. يعني ده اقوى دليل عندك ان علي وان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه واله وسلم هم الخالقين للكون والرازقين. وبعدين اقول لك فين هات لي ايه من القران مش عارف، جبت لي والسماء بنيناها بايد اي محمد وعلي. وبعدين قلت لك دليلك قلت لي ده في روايه عندنا في المذاهب الكتب الشيعة اطلعها لك دلوقتي ومش عارف. يعني كل ده اشركت بالله ومش عارف تطلع الروايه. ضعيف. يلا اتفضل. الله لانه هو 5 مرات وقلت شنو يلا بس عشان ما هوديك على زاويه التحقيقات وامسكك بالحديده بتاعت حبيب المشرش. شو يلا هديك يلا بس هات الروايه، هات الروايه بقى، هات الروايه ان شاء الله. ولكم يلا هات الروايه. دقق هات الروايه. ولك ما بوقف شو هذا؟ هات الروايه. انت مالك صوتك يخنف في ليه كده؟ انت وديت الحديده المشرشره فين؟ انت شايف ليه؟ الحديده المشرشره فين يا هلا؟ انت وديتها فين يا هلا؟ صوتك اتكتم كده وودنك احمر فيا ولا فيا ولا؟ يلا اقرا الروايه، اقرا الروايه بس طلع الروايه، طلع الروايه. تنشف لو يلا ما تسيبش بس، خليك ريلاكس كده. هو انتوا لازم حد يربطكم انتوا وحمير مشرشه؟ ما ينفعش تقعدوا مع بشر. لازم حد يربطكم بجنزير كده بسلسله قويه حديد كده وفي اي جدار ولا حاجه. هاي سلسله. يلا يلا هات الروايه، هات الروايه. عائشه يا ابني فين عائشه رضي الله عنها. يلا هات الروايه. عرفتم ليه اللي بتقولوا لي ادوا له فرصه؟ سامعين؟ بدا يتعب في عائشه رضي الله عنها. انا كاتب صوته. شفتم بدا يلعن. شفتم؟ عشان كده في بعض اخواننا عندهم جهل من اهل السنه والجماعه يقول لك يا عم سيبه يتكلم. اسيبه؟ انا اعرفه اكثر منك. امثال هؤلاء لازم تحط دماغه تحت قدمك، تبقى داعس على دماغه كده. بص كده، بص شوف ليك. ايوه لازم تدعس على دماغه كده. يتكلم هيسب كده، سب يا حيوان، سب يا حيوان. ايوه شفتم؟ اقوم حاطط رجلي على دماغه كده اكتب. والله بكتم برجلي والله. بصوا سب يا حيوان. ايوه شفتم؟ يسب واقوم عامل كده، سب يا حيوان. ايوه كده، سب يا حيوان. ايوه سب يا حيوان. ايوه كده، ما شاء الله عليا كده. ايوه خليك يعني سب يا حيوان. ايوه كده، ايوه يا حيوان. شفتوا؟ هو ده ما ينفعش معامله الا كده والله. ما ينفعش معامله الا كده. لازم سب يا حيوان. طلع روايه. سب يا حيوان. ايش تخاف ما تخليني اطلع روايه بس سؤالي. سب يا حيوان. ايش تخاف؟ ايوه يا حيوان. انت ايش تخاف؟ عشان انت حيوان. ليش تخاف؟ سب يلا سب يا حيوان. ايوه كده. يلا طلع الروايه يا واتي. بقى لك 11 دقيقه جعلت النبي صلى الله عليه واله وسلم اله وعلي رضي الله عنه اله، ومش عارف تجيب دليل، ورايح لي تجيب لي كتب تقول لي روايه ومش روايه. سب يا حيوان، سب يا حيوان. ايوه سب يا حيوان. ايوه سب يا حيوان، سب يا حيوان. ايوه كده يا حيوان. خلاص كفايه كده عليك بقى ان شاء الله. خليك بقى مربوط تحت رجليا كده ان شاء الله لحد ما تجيب الروايه. يلا حيوان. قلت حيوان انا كاتمك. ما تخلينيش ارفع رجلي بقى يا حيوان. ما قلت لك مش عارف ارفع رجلي. يا الله هتبوظ البث يا حيوان. معلش تشرب ميه يا حيوان؟ احط لك فين بس؟ انا خايف هغسله 7 مرات ولهن بالتراب. هات الروايه. عرفتم؟ عموما بقى يكفي عليك ذلك. الحمد لله ده كان درس قاسي لاتباع حمير المشرشر. ولا عرف يجيب اي شيء، ولا عرف يثبت اي شيء ان علي ومحمد صلى الله عليه وسلم. هرب انت ليك انت
لك هرب شنو؟ لك ما لك شنو؟ حيوان اقفل بقك يا حيوان. لك انا بقول لك اقفل بقك يا حيوان. 10. يكفي عليك كده. شفتم ايها الاكارم؟ دول اتباع حمير المشرشر. عرفتم بقى اللي بيخش يقول لك ناظر حمير المشرشر، ما هو مش خايف يناظرنا. تعالى يا دلدول ساره، يا اللي طلعت زوجتك في البث المباشر، واشهد الله انها زوجتك، لان عرضناها على ناس مختصين وعرفوا ان مش فوتوشوب. واللي في قناه فدك اللي كانوا مصاحبينك اكتر من 15 سنه طلعوا قالوا زوجتك، لان ازواجهم عارفين زوجتك. فاللي طلعت زوجتك في البث المباشر ايها الزنديق الطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، كن رجل وتعالج بالاتصال، بدل ما بتبعت هؤلاء الكلاب الضالة لتنبح عندنا في بثوثنا. نعتذر لضيوفنا أهل السنة والجماعة اللي كانوا موجودين معنا في البث، ونعتذر لضيوفنا العقلاء من الشيعة، وخلونا نرجع لثناء المولى سبحانه وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلونا نبدأ الاتصالات على علماء الإمامية الاثني عشرية. يا الله، سلام عليكم. الله. سلام عليكم. حياكم الله سيدنا. حياك عليكم السلام السيد. ورحمة الله. السيد حيدر يناديكم. أهلا وسهلا، حياكم الله سيدنا. يا مرحبا يا سيد مجيد، يا مرحبا يا مرحبا، نورك غطى الله على يحفظكم. الكهرباء. يا الله. الله يحفظكم، الله يعزكم. أهلا وسهلا. سيد مجيد، هل تعلم أن الله أيد النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي بأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير والصحابة؟ وعندي دليل من نعم. القرآن. عندي دليل من القرآن. عندي دليل من القرآن أن الله أيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصره بالصحابة. نعم تفضل. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، أي كفيك ونصرك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مين هم المؤمنين هنا إلا الله سبحانه وتعالى أيد النبي بيهم؟ المؤمنين الذين آمنوا برسول الله بلا شك. مين هم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بالنصر وبالمؤمنين. هل المؤمنين الصحابة أم الأئمة أم آل البيت؟ أحسن. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نصرني ربي بعمي أبي طالب وخديجة أم المؤمنين وأخي علي بن أبي طالب. يبقى بالمؤمنين هم هنا آل البيت؟ المؤمنين من آمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وخاصته. الخاصة هم أبو طالب عليه السلام وخديجة الكبرى وعلي بن أبي طالب ومن معهم الأصحاب. اللي هم مين بقى؟ عرفنا 3: خديجة وأبو طالب وعلي. مين بقى اللي بعد كده اللي هم المؤمنين اللي ربنا نصر النبي بيهم؟ تفضل. كثير. الله كثير. قل لي 7 منهم. كثير صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. قل لي 7 منهم. مثلا أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله. مثل من؟ عمه العباس كافر في دين أمه. نعم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كافر في معتقدك. والرواية في كتاب البحار وفي كتاب الكشي، ابن عباس والعباس أعمى الله بصر وبصيرتهما. فالعباس رضي الله عنه مذموم في دينك. مين بقى دول؟ انت قلت لي كثير. مين كثير؟ مين بقى يا سيد مجيد؟ سيدنا سيد حيدر. نعم أنا سيدك، حياك الله. الله يحفظك. تسمح لي. فضل. أولا هذه الأخبار التي ترد في كتب المسلمين منها عام ومنها خاص، ولا بد لكل مسلم أن يفرق ما بين العام وما بين الخاص. طب يا شيخ، من أول؟ خلاص مش هتذكر لي الكثير، وهنروح في مسائل فقهية ونتكلم في أصول الفقه والإمام الشافعي. من أول من آمن برسول الله؟ هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال: أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله مرة يكون الإيمان الحقيقي السابق على الوضع الجسماني والوجود الجسماني، ومرة يكون مع الوجود الجسماني. استنى هقلع النضارة عشان أشوف كويس. إيه جسماني الشطر الأول من الجواب
الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وأقر له بالنبوة والولاية هو وأهل بيته هم جميع الأنبياء من أبينا آدم عليه السلام إلى جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني إلى روح الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه. لا تؤمنون بي ولا تنصرن. أنا عندي إن الأنبياء آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدليل الآية، لكن فين وآل بيتي جبتها منين؟ هذه طبعا هذه العوالم التي سبقت الدنيا، لأن هناك عوالم الأنوار، عوالم الأظلة، عوالم الأشباح، عوالم الأرواح، عوالم العهد. الله، الأشباح مش دي اللي إيه الأشباح يا شيخ؟ احكي لي كده، احكي لي حاجة عن الشبح. هذه العوالم لا يفهم معناها، لا يفهم ما فيها إلا المجانين الأنبياء. لا أنبياء إيه بقى الأشباح والأنوار؟ وأنت قاعد تقول لي في أشباح وفي أنوار وفي عوالم تانية وإحنا ما نعرفهاش، والناس اللي في كوكب المريخ من مين بتجيبوا الحاجات دي يا شيخ؟ ما كفاكم فلسفة بقى. أنا كان سؤالي مين أول واحد آمن بالنبي؟ دخلتني في الأشباح وفي الأنوار وفي الناس اللي فوق والناس اللي تحت والناس اللي هنا أنا كنت بسأل مين أول واحد آمن بالنبي بس. زي السؤال اللي قبله سألتك دخلتني في مسائل الفقه وفي الأصول بالله عليك، وانت شايف فيلم رعب قبل ما اتصل عليك؟ انا هرجع واسالك تاني. سمعت الشيخ سيد مجيد المهنا، من اول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثواني بقى البس النضاره تاني. نعم، هذا الشطر الاول، هذا الجواب الاول، انه الذين امنوا برسول الله واهل بيته ما ذكرناه، ثم الذين امنوا، اول من امن برسول الله صلى الله عليه واله كان عبد المطلب في حياته، لأن هو الرباه وهو الذي أشار إليه وهو الذي، يعني النبي كان أوحي إليه وهو قبل ما على أيام جده؟ يا الله. نعم، عبد المطلب أخبر العرب أنه سيكون نبيا، سيكون صاحب ولاية، سيكون، يعني النبي كان لسه مش نبي وعبد المطلب آمن بأنه هو نبي؟ عبد المطلب نعم، ثم أبو طالب ومن معه. كيف بقى أبو طالب كان عارف أن النبي نبي صح؟ معلوم، قال لها يا فاطمة أمهليني 3 يعني 30 سآتيك بمثله، يعني برسول الله صلى الله عليه وآله، يقصد على أمير ما شاء الله. كان بيعلم الغيبة أبو طالب كمان؟ يعني أبو طالب قال لها سيبيني 3 هجيب لك واحد مثله بالظبط اللي هو الإمام علي. لا حبيبي سيدنا، يعني أنت بكلامك هذا تجعل العرب أمة خارجة عن الإنسانية، أمة غير لازم يعلموا الغيب. لو ما قلتش العرب يعلموا الغيب يبقى أمة خارجة عن الإنسانية. كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا العرب، صح يا سماحة السيد مجيد المهنا؟ أنت إذا عربي، أنت إذا لا حبيبي أنا مو عربي حبيبي. نعم كمل. المهم سيبك من العرب لابد أن يكونون العرب هم أسياد العالم، لأن بني هاشم من العرب، والعرب لابد أن يكونوا يفوقون على غيرهم وهم الأعلون على غيرهم، بمن؟ بأبنائهم اللي هم بني هاشم، وهم بطن من قريش، وهم بطن من عدنان، وهم بطن من إسماعيل، وهم بطن من إبراهيم عليه السلام. لأن جميع الأمم السابقة والأمم المعاصرة تنتصر على العرب بأن منها إبراهيم أو أبوها إبراهيم، منها إسحاق، منها الإسكندر، منها عيسى بن مريم، منها موسى، ولكن أمة العرب افتخرت بمحمد وآبائه وأجداده وأهل بيته. طيب الله قال للنبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ النبي ما كانش يعلم القرآن قبل ما ينزل عليه؟ لا هذا الكلام لأهل البادية، للناس الأعراب، للناس الذين لا يفقهون في شيء. يعني الآن مثلا يجيك أحد ما يفهم، يأتيك أحد ما يفهم مثل من هذه الأعراب ويقول لك أنت كيف تقول أنه أبو بكر صاحب الغار؟ هل جاء ذكره في القرآن؟ لا. ماذا تقول له؟ شو تجاوبه؟ يعني يقول لك أن صاحب الغار لم يذكر في القرآن، فكيف أنت تقول أنه أبو بكر في الغار؟ أجاوبك شيخ. تعالى ما ذكر أن أبا بكر في الغار. أجاوبك. كيف تجيبه؟ طيب سمعت شيخ، معلش بس في نفس المنطلق. انت بتقول النبي كان يعلم بنزول قبل نزول القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف. جاوبني. انا هجاوبك. كان يعرف قصة نوح عليه السلام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف قصة نوح عليه السلام، ويعرف ان
نوح حصل كيت فكيف تجيبه؟ كيف تثبت له أن أبا بكر كان في الغار؟ هرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ثاني اثنين إذ هما في الغار. هجيب له الرواية اللي موجودة في هذا الكتاب النجس اللي في يدي، كتاب محمد باقر المجلسي، وسأثبت له أن فعلا أبو بكر كان في الغار، من كتب قذرة ينقل أكثر من 2000 رواية بتحريف القرآن وما شابه ذلك. هذا الكتاب أسميه نجس. عشان كده جاوبتك أهو. خليني بقى أرجع لك للنقطة تاني. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل نزول القرآن ما كنت تعلم قصة نوح. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بقصص الأنبياء قبل نزول القرآن؟ هذا الجواب. حاضر. تسمع الجواب بالتمام والكمال. نعم يا بعد قلبي، تسمع؟ بس بالله عليك بدون مراوغه، يعني سيب المراوغه لميسي ورونالدو والعالم دي، انا ما بتفرجش على جول. خلينا احنا بقى، احنا بنتكلم في الدين، خليك كده على طول، بلاش المراوغه دي. نعم هو بخصوص هذه الآية، بخصوص هذه المفردات. نعم الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها. الغيب هو الغيب ما غاب عن الأبصار، ما غاب عن الفكر، ما غاب عن العقل، ولكن ليس عن رسول الله. وإنما هذا الكلام لأن القرآن حجة العرب، حجة المسلمين على غيرهم. دي حركة ميسي، دي ما تعمل كده حركة. شوف أنا بسألك فين ورحت لفين. دي العرب، القرآن دي كلام للعرب. الله يقول للنبي: ما كنت تعلمها، يعني أنت لا تعلمها. ما معنى؟ فسر لي دي بقى، فسر لي بدون مراوغه بالله عليك. خليها وانت في ال 18 كده يا سماحه شيخ، مع اني ما بتفرجش على كوره. فخلينا دلوقتي الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه واله وسلم: تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. فماذا نرد؟ يعني ما معنى ما كنت تعلمها؟ هذا الجواب. هذه الآيات. نعم. الله تبارك وتعالى يثبت حجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن القرآن ما موجه لرسول الله فقط، وإنما هو موجه لسائر الناس. ما هي الآية بتقول ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. بس دي بتاع كده هتلاقيني واقف لك على طول، هتلاقيني بص في 18 بديك على جنب. يا سماحة الشيخ بقى، يا سماحة السيد، ما تقولش هذه للناس، لأن هقول لك الله قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فالخطاب الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه اهو. هذا الجواب. نعم. حدث، جاوب براحتك، جاوب نفسك بنفسك، جاوب. طيب ما انا بينت لك انا نفسي اهو، حبيت ابين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها لا هو ولا قوم. ما كانوا يعلموا بقصه نوح وما كانوا يعلمون بذلك. فما تقوليش يا سماحه الشيخ ميسي، يا سماحه سيد مجيد المهنا، ما تقوليش ان هذه لقوم النبي للناس، لان الله قال انت ولا قوم بس. لا إله إلا الله. يعني الله تبارك وتعالى يصف رسول الله وما هو على الغيب بضنين. شنو معناه؟ النبي لا يعلم الغيب. النبي قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا تضرب القرآن بعضه ببعض. الله سبحانه وتعالى يقول، النبي قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما تجيبليش آية تانية يا سماحة الشيخ رينالدو، بالله عليك بقى ما تجيبليش آية تانية، بلاش المراوغة بالله عليك يا سيد مجيد المهنا. أنا في الآية هذه الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فسرها لي. أبو هاشم، هذا الكلام مثل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا كلام تدريجي. طب أنت فسرها لي، أنت فسر لي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وصفه وما هو على الغيب بضنين. شنو معناها؟ يعني الله تبارك وتعالى ما غيب عنه شيء في السماوات والأرض، ما غيب عنه من علوم الأنبياء والمرسلين، ما غيب عنه شيء، ولكن هذا الخطاب لسائر الناس، لأن الناس لا تحتمل. يقول صلى الله عليه وآله: ما كلمنا الناس بكل، لأنهم ما يتحملون. طيب أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن احنا عندنا غيبين.
غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. معايا يا ميسي؟ أيوة كده. الغيب النسبي بقى إلا الله سبحانه وتعالى بيطلع بعض أنبيائه على الغيب اللي هو النسبي ده، يطلع بعض أنبيائه على الغيب لتثبيت نبوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما أوحى الله إليه ليس بمتهم يزيد أو ينقص فيه، وما هو على الغيب بضنين مما أوحي إليه لا يتم كما يقول هؤلاء، فلا يزيد ولا ينقص. وضحت لك يا ميسي. تعال بقى قول لي، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما معنى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك؟ انت ما تترك المجال للاجابه. لا العظيم ما انت مش لازم تراوغ يا عم. تسيب المراوغه بقى، خليها ان شاء الله ما تبقى تنزل في الدقيقه 90. هينزلوك في الدقيقه 95 تلموا الكور من ورا الجون. اجب بقى سماحه سيد نشيد بقى، اجب. الله قال ما كنت تعلمها. ما معنى ما كنت تعلمها؟ انا راجل عربي، رجال عربي، افهم ما معنى ما كنت تعلمها انت ولا قومك. اتفضل. اولا انت قلت اولا دلوقتي 9 مرات. موجه لسائر الناس. فهو قال ما كنت تعلمه انت ولا قومك. يا سماح هسيبك برضه، اديك مجال تراوغ يا عم. خلي المراوغه دلوقتي بقى لا تيجي في العارضه. الله قال ما كنت تعلمه انت ولا قومك، فما تقوليش الناس. ما هو الناس اهو قومك لا يعلمون وانت لا تعلمها. جاوب، فسر براحتك يا حبيبي، فسر ما براحتك. بفسرش والله. اسال اي احد فسر الا براحتك. المعممين هيقول لك ما كنت تعلمها انت ولا قومك. ياك الله. طيب انت عارف ان انت اللي زيك ممكن يدخل بلانتي بالهيد. اللي زيك عنده قدرات يا سيد مجيد تدخل البلاند. انت الوحيد اللي ممكن تدخل البلاند بالهيد. يلا يعني ما معنى بقى ما كنت تعلمها انت ولا قومك؟ طيب تفسير وما هو على الغيب بضنين، شنو تفسير؟ اي ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب النسبي اللي بيوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول؟ من قال؟ ما هو الغيب. من قال؟ القرآن اللي قال. لأن القرآن قال إن النبي لا يعلم الغيب، وإن الغيب غيب مطلق وغيب نسبي. كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب النسبي اللي هو إيه؟ إلا من ارتضى من رسول. شوف كل أدلتي من القرآن أهو. إلا من ارتضى من رسول يطلع على الغيب النسبي لتثبيت نبوته كالإخبار بما هو مستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو على ما أوحى الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعده، وما هو على الغيب بدليل. بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض. أنا أمين أهل السماء يأتيكم خبر السماء صباحا ومساء. هذا الكلام وهذا التقييد همج رعاه. من لا يفهم كيف يصف الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف تقيده بالنسبية؟ وكيف تقيده لا يمكن ذلك. لا يقيده إلا من لا يعقل، إلا من لا يفهم. وما أرسلناك إلا رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. كيف تقيده؟ يعني الإنسان يقيده حسب ما يحب، حسب ما يجتهد. لا يمكن ذلك. هذا كلام باطل، ما بني على باطل فهو باطل. أكمل يا شيخ. أنا لا أنت لا تحب أن أكمل، لأن الكلام أنت تريد كيف تشاء يعني. لا أنا سايبك أنت بتكمل اهوت وأنا بستمع إليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإنسان عادة المؤمن، الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمن من ائتمنه الناس على الأموال وعلى الأسرار وعلى الفروج، والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه. فلا بد وأن يكون مسلم بحق، لأن أس الإسلام مودتنا أهل البيت، حبنا أهل البيت. لذلك الله تبارك وتعالى جعل محبة رسول الله ومحبة الله هي الأساس. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم أن تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل له يا رسول الله وما هي؟ قال من صلى علي ولم يصلي على أهل بيتي فما تقبل الله منه ذلك ولا فتح له باب من أبواب الجنة. تعالى سماحة السيد مجيد المهنا، انت وصفت آية الله العظمى السيد ناصر مكارم الشيرازي صاحب تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بأنه من الهمج الرعاع الكذبة. أنا كنت بطلع لك كتب
الشيعة وتفاسير الشيعة لأقرأ لك آه، ماذا حاشا لي. قال علماءك في هذا. فقال في تفسيره في المجلد 29 و30 في تفسير الأمثل في صفحة 110 قال في وما هو على الغيب بضنين، قال فهو ليس ممن يكبرون في صدورهم مما يوحى إليه، يعني ما يكتمش الوحي اللي بيوحى إليه، ولا يبخل ولا يتوانى عن إبلاغ الوحي اللي بينزل إليه ويوصله إلى كل الناس كاملا وبأمانة. كما أنا قلت لك من شوية إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما أوحاه الله إليه، لا يزيد ولا ينقص ولا يكتم شيء، بل هو أمين صلى الله عليه وسلم يبلغ. وطلع عالمك الأكبر ناصر مكارم الشيرازي في تفسير الأمثل في تفسير كلام الله المنزل بيقول كلامي هذا، ويقول ويوصله إلى كل الناس كاملا وبأمانة. يبقى طلع ابدا هذا وجه من الوجوه. إذا ليه بقى أما أنا جبت لك الوجه هذا قلت لي هذا تفسير، هذا تفسير كذب، هذا من الهمج الرعاع؟ عرفت ان انا جبت لك التفسير الصح. ليه بقى شغل كريستيانو دوت يا عم؟ خليك معايا بقى وسيبك من بتوع الكوره دول، لان انا ما بتفرجش على المباريات ولا بحب لعب الكوره. خلينا نرجع تاني بقى انا وانت الان واقول لك بقى هحشرك في نفس الايه. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما معنى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ أولا هذا التفسير، هذه إشارة لليهود والروم والنصارى والصابئة والمجوس وغيرهم، أنهم ينظرون إلى أمة العرب وينظرون إلى رسول الله بأنهم يخبروهم بما كان أنبياءهم، يعني أنبياء اليهود وأنبياء الصابئة وأنبياء النصارى وإلى آخره المسيحية، هؤلاء أهل الشرائع التي سبقت جاء بها رسول الله وأمته خير الأمم وسادة الأمم كما هي حتى تؤمن تلك الأمم. لماذا يصلي؟ مراوغ والله العظيم، مراوغ. أنا كاتم صوتي تعبت، مراوغ تعبني وأنا قاعد أجري وراه. يا ابني وقفوه بقى، حد يديله طلقة ده ما ينزلش الملعب. هو كيف أتقدم عليكم والصلاة قد جعلها الله لكم ومن أجلكم. لهذا رسول الله وأمة العرب يخبرون جميع الشرائع، ترى إحنا الله أوحى لنا وأنزل إلينا وأخبرنا بما كان يفعله نوح وقومه وإبراهيم وقومه وإسحاق وقومه وآدم وذريته وسائر الأنبياء وموسى وشعيب ومدين إلى آخره. سيد مجيد، واضح؟ إن شاء الله يجي لك عرض في نادي النصر أو في الهلال، هتلم الكور من ورا الشبكة حتى يثبت سيادة رسول الله ويثبت أعلمية رسول الله. كفاية مراوغة بقى. ما معنى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا؟ ما معنى ما كنت تعلمها؟ يا عم بلاش دي خالص، بلاش دي خالص. سماح سيد، اسمع دي. الله سبحانه وتعالى قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما معنى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير؟ هذا الكلام، هذا الخطاب، هذا الكلام يا حفظناك بقى يا ميسي بقى. سيبك من الحركة دي، اعمل واحدة غيرها. جهل سائر الناس حتى يعلم الناس بالتوجه إلى الله. يعني هو بيعلم، يعني التوجه إلى الله أن الإنسان لا يعلم الغيب، لكن لو يعلم الغيب لا يتوجه إلى الله، والنبي يعلم الغيب فلا يتوجه إلى الله. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله يكلم الناس على قدر عقولهم، لأنه الإنسان مهما كان له استعداد، الإنسان مقيد، الإنسان لا يحتمل، أنا وأنت لا نحتمل ما عند رسول الله أو ما عند أهل البيت. عندهم ايه يا سمحت بالله عليك؟ عرفنا اهل البيت عندهم ايه؟ أدلك على حديث، هذا الحديث حقيقة لأن جميع المسلمين مقرين به، جميع المذاهب الإسلامية مقرة به، هذا ينفع كل مسلم وغير المسلمين. نعم. الحديث الذي دار بين الإمام الرضا عليه السلام وبين المأمون في مجلس المأمون. نعم. وهو يسمى بحديث الاصطفاء، بمناظرة الاصطفاء. هذا الحديث موجود في كتاب تحف العقول عن آل الرسول
صلى الله عليهم أجمعين قد جمع المأمون العباسي 400 عالم من مصر والمغرب العربي ومن الشام ومن الحجاز ومن العراق إلى آخره، وجعلهم في مجلسه في خراسان، والإمام الرضا هو الذي يجيب طبعا، وجمع له من بقية الشرائع. واضح مولانا؟ ابحث عنه تجده موضوع كامل متكامل وفيه أجوبة لجميع ما في بال إخواننا المسلمين أو في طب استنى قبل الحديث يا سيد علشان أبقى مستحضر. موضوع الاصطفاء، الحديث اسمه موضوع الاصطفاء. طب ثواني يا سماحة السيد مجيد، ما بين الإمام الرضا عليه السلام مجيد. وما بين المأمون. سيد مجيد معلش في مجلس المأمون. طيب الآية رقم 50 في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ما معنى ولا أعلم الغيب؟ أي أعلم الغيب، صح؟ حبيبي هنا مو الناس القاصرة اللي ما تفهم يتخذوه إله. إذا قال أنا أحيي كذا، نعم يفعل من المعجزات، يفعل من الباهرات، ما معنى ولا أعلم الغيب؟ ما معنى ولا أعلم الغيب يا سيد مجيد؟ ما معنى ولا أعلم؟ ما معنى ولا أعلم رسول الله يقول، هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو إني أعلم لم تتخذوا أخي عليا إلها لذكرت لكم فيه حديث عن ربي تتبركون بالتراب الذي يمشي عليه. شكرا بقى. ما معنى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ ما معنى ولا أعلم الغيب؟ تميلون. ما معنى ولا أعلم الغيب؟ حتى يلجئ الناس ويرجع الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. يعني هو يعلم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أي أنه يعلم الغيب بس لا يريد الناس إن هم يعملوا إن هم يعني يروحوا في أي مكان تاني. يعني معنى ولا يعلم الغيب أي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أليس كذلك؟ لا أذكر لك كلام لإخواننا أهل لا بلا كلام بلا بطيخ، أنا عايز الآية دي بس. ولا أعلم الغيب، ما معنى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ ما معنى ولا أعلم الغيب؟ نعم هو بتفسير إخواننا، تفسير ابن عجيبة والشاذلي وغيرهم من إخواننا المصريين. نعم. يقول ماذا يقول لو حجبت، اسمع بس دقق بهالمعنى. يقول إخواننا أهل السنة يقول لو حجبت عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. فأين تضع هذا؟ هل إنه جميل جدا. ما معنى ولا أعلم الغيب؟ لا إله إلا الله. أنا عايز أفهمها منك يا سماحة السيد. ما معنى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب؟ ما معنى ولا أي يعلم الغيب؟ حبيبي جاي أوضح لك أنه هذا الكلام حتى يلجئ الناس إلى عبادة الله. جميل جدا. يبقى إذن ولا أعلم الغيب أي أعلم الغيب، صح؟ بالله علمه. يا عم بالله عليك بقى تعبتنا بدون وقف يلا وقف يلا كارت كده واحد، فاضل لك واحدة كمان. وقف يا جدع، تعبتنا يا عم بدون مراوغة بقى يا عم طلعت عينينا يا جدع في الحلقة كده. واحد سيد مجيد، ما تعصبنيش يا سيد مجيد. ما معنى ولا أعلم الغيب يا سيد مجيد؟ بالله عليك يا سيد مجيد، خليتنا طالع كأن الناس تفكرني حكم يا سيد مجيد. ما معنى ولا أعلم الغيب يا عم؟ الناس إشارة لسائر الناس حتى لا يتخذون أحدا إلها كما اتخذوا عيسى. الله أكبر. إشارة إن أي حد يقول يعلم الغيب يبقى إله، ما ده اللي احنا بنقوله. خلاص رجع كارت الأصفر. خلاص يا سيد مجيد، أيوة كده. ما هو الله بقى سبحانه وتعالى يقول إيه يا سيد مجيد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما معنى وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ الله تبارك وتعالى هو العالم المطلق، هو المطلق الغير مقيد. لا يا ما سألتكش عن الله يا الله. هات ولا عصايا ولا هات جلدة. أن يعلم رسول الله شاء الله أن يعلم أهل بيته، يعلم المصطفين الأخيار، يعلم الذرية المباركة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو السيد الأكبر، يعلمهم يكشف لهم من العلوم. مش وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما معنى وما كان الله ليطلعكم على الغيب؟ ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء، اللي هو الغيب النسبي بقى. وأي غيب؟ هو لم يكن غيب واحد،
ولم يكن علم واحد. مرة يكون العلم حجاب بيني وبين الله، مرة يكون بيني وبين رسول الله، ومرة يكون غيب ثم غيب ثم غيب ثم غيب إلى آخره. الله الله. هذه كيف أنت كيف تميز بين هذا الغيب وذلك الغيب، وكيف تميز ما بين هذا النور وذلك النور؟ كان عندي كتاب تاني، الله المستعان. سيد مجيد، انت بتنام الساعة كام؟ نعم. بتنام الساعة كام؟ ما احيانا ابقى الى صلاة حتى في دي بتراوغ يا عم، قول لي الساعة كذا، حتى دي ما شاء الله. في معممين ما بيراوغوش، يعني لازم كل المعممين. سبحان الله، انت مهاجم يعني. ده انت فعلا. هنكلم ان شاء الله، نشوف حد من نادي النصر دوت يكون معانا ولا حاجة. ده انت تجيب الكور من ورا العظيم. ده انت حسب الوقت، اذا كان عنده دراسة او تحضير او محاضرة او مراجعة، فلا بد ان يكون له وقت كافي يسهر. طيب، لماذا؟ لان هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يوم القيامة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله هناك علوم مسكوت عنها. لابد أن تفهم. أنا جاي أجاوبك بصراحة، ما جاي يعني أتردد في الجواب. نعم. جاي أجيبك بما قاله علماء السنة والشيعة. الله. واضح؟ الله. أنا يعجبني فيك إنك عارف أقوال علماء السنة وعارف أقوال علماء الشيعة. هذا العلم الذي في عقلك، يعني سبحان الله. ده أنت لو دماغك تريلا مش هيبقى فيها كل هذا العلم العظيم. حياك الله يا سيد مجيد، تفضل. علم الغيب المسكوت عنه. هناك علوم مسكوت عنها. ما هي هذه العلوم؟ هذه العلوم اللي ما تتحملها عقول الناس. لأن الناس، أنت الآن تأتي إلى الناس تجدها أصناف، تجدها طبقات. نعم. هذا معلم، هذا أستاذ، هذا دكتور، هذا طالب بالكذا، هذا إنسان بسيط، هذا إنسان فقير. ما شاء الله عليك. فلا يمكن أن توحد الناس بعقل واحد. ما شاء الله عليك. إيش هذا؟ إيش؟ كمل. ألا يخفي أولياءه بين عباده. لم يكن هذا ميزان، وإنما الميزان هو الإيمان. لذلك تجد المؤمنين، تجد الأولياء. عندكم كم ولي في مصر؟ كم ولي في المغرب العربي؟ الله أعلم. الولي قد لا يعرف. الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن تقي عرفوا. إذا ماتوا عرفوا. إن شاء الله. سألتك السؤال: هل النبي يعلم متى يوم القيامة؟ بقالنا أسبوع بنلف. يلا كمل يا ميسي. الشيخ الشعراوي. ما سألتكش يعني. بقول له النبي، يقول لي الشيخ الشعراوي. النبي يعلم الغيب، الشيخ الشعراوي. النبي يعلم الغيب. عندكم كم ولي في مصر؟ إن شاء الله. يعجبني اللي مثلك هذا. الله العظيم. انت فاضل لك مرة وهتاخد كارت أحمر وخلاص بقى، لأن أنا جبت آخري وعايز أنام. حياك الله يا سيد. الشيخ الشعراوي يذكر في صدد هذه الآية المباركة في تفسيرها، يقول: في بداية حياته ودراسته خطية، وكان في عوز وكذا، وذهب إلى القطار إلى المهم، فضاع من عنده يعني مصروفه أو المبلغ اللي عنده. شكرا. انا ان شاء الله بجيب قصص وركب القطر وضاع الفلوس وكده. ارجع واسالك: هل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلم متى، بلاش النبي، هل الامام علي يعلم متى يوم القيامه؟ فاعطاه دينار، يعني اسقطه له. يقول: بعد 20 سنه 30 سنه ذهبت الى الحج، واذا بي في تلك الساعه وانا في بيت الله الحرام، واذا هو نفس هذه الهيئه، يا الله، نفس هذا اللباس، نفس يا هذا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. احسنتم واقعا. أزهر مو غريب يعني. احسنتم واقعا. ارجع بقى اسالك: هل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلم متى يوم القيامه؟ دينار الحديد بعينه. هذه كرامات للاولياء، كرامات للأذكياء. هل النبي بقى يعلم متى يوم القيامه؟ هذا لا يمكن لاحد ان ينكرها. سيد مجيد، هل النبي بقى يعلم يعني انت تنكر مثلا، تنكر على لا انكر. وانا انكر يا جدع؟ انا مين عشان انكر؟ انا ما انكرش. لا، الذين ينكرون النقر نقرانا منكورا. ارجع بقى اسالك: هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى يوم القيامه؟ العراق معروف، وجميع اخواننا اهل السنه يقدسوه ويحترموه ويزوروه. كان ياتي حافيا يخلع النعلين وياتي يقف بباب جده امير المؤمنين ويقول شعرا يبكي من حوله. شكرا. هل النبي بقى يعلم متى يوم القيامه؟ موجود في واضح. هل النبي يعلم متى يوم القيامه؟
لا اله الا الله محمد. علم لماذا نتحدث بعلم لا نسعه؟ هو يسعنا علم رسول الله واهل البيت يسعنا إذا يعترف الشيخ مجيد المهنا، الشيخ مجيد المهنا يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يوم القيامة. الحمد لله، وبقى زي عقيدة ما قلت هذا، أنا ما قلت. الله أكبر. وده اللي كنت بوقعك يا شيخ مجيد، يا سيد مجيد، يعني النبي يعلم متى يوم القيامة، صح؟ أنت تريد أن تقول كيف تشاء. يا شيخ بالله ما تروخش. قلت لك يبقى النبي ما يعلمش، وانت زي عقيدة اهل السنة قلت لي انا لم اكل هذا. قلت لك يبقى النبي يعلم، قلت لي انت تريد ان تقول. يا شيخ اديك كارت احمر يا شيخ بقى، اجب. توفيق. ثم اخبرك بشيء، انت ما دام على اتصال وتواصل مع الصلحاء من اخواننا اهل السنة وكذلك الشيعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لابد أن يهديك الله، لابد أن يوفق. الحمد لله عندنا 9 مهتدين النهاردة بفضل الله. يا سماحة السيد أجبني بقى، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم متى يوم القيامة؟ إذا شاء الله أن يعلمه بذلك. إذا الله لم يعلم النبي، الله لم يعلم النبي. الحمد لله. سجل. من قال لا أنت بتروغ يا شيخ. قلت لي لا أنا لم أكل هذا، قلت لك طب يعلم، قلت لي ولم أكل هذا، قلت لي لو يشاء الله لا أعلم، قلت لك يعني الله لم يشاء، قلت لي لم أكل هذا. إمال إيه يا شيخ؟ منطوقك حسب مضامين كلامك. أنا جاي أقول لك، جاي أوضح لك، أقول لك هذا العلم لا يحتمله الناس واغلب الناس. يبقى النبي يعلم يوم القيامة. الله قال كل علم انما علمها عند الله. وما كان لله كان عند اهل بيته. الله اكبر. استوب خلاص، وهم انبياء. خلاص ده انت عايز كارت احمر كبير كده. ثواني الله تبارك وتعالى. ثواني بقى. خلاص الحمد لله ما عند الله عند اهل البيت يعلمون اهو خلاص انت عايز كارت احمر طولي مرتين. خلاص يا عم مجيد بقى، خلاص ما تنزلش ملعب تاني اللي زيك. خلاص بالله عليك اقعد بقى، حتى لا تكن من المشاهدين كمان يا عم ولا من المشجعين. خلاص كارت احمر ده اكبر كارت احمر في التاريخ دوت يا عم. روح يا عم بقى مجيد بقى. لا بلا آية الولاية. خلاص يا عم، خلاص يا عم، حرام عليك جبت لنا الضغط، حرام عليك يا عم، حرام عليك. في كده يا جدعان. ايه المراوغة دي؟ ايه المراوغه ديت؟ ويقول لك الواد ميسي ولا الواد كريستيانو. ايه المراوغه ده؟ احنا عندنا مراوغه مش هتشوفها. ده انا اتحدى حد يجيب لي معمم لا يراوغ. انا اتحدى حد يجيب لي معمم تقول له هل شربت الماء؟ يقول لك نعم او لا. الماء ينزل من الزنبور من الحنفية ثم يصعد في الماسورة ويدخل على الفلتر. يا عم هل شربت الماء؟ الماء يباع في الماركت، وهذا الماركت يكون في زجاج يبيع الماء. يا عم هل شربت الماء؟ يكون الماء مغلقا حتى لا يسقط فتحمله في السيارة وفي الطيارة. لابد من المراوغة. لو ما راوغش ما يبقاش معمم. لازم اراوغ. إجابة كده مفيش. لذلك الحمد لله عقلاء الشيعة معانا بفضل الله تبارك وتعالى 9. فين الكارت الأصفر يا عم؟ طلعوه يا عم خلاص. معانا 9 اليوم بفضل الله تبارك وتعالى أعلنوا هدايتهم. ليه؟ لأنه عقلاء، لأن 9 ما شاء الله عندهم عقل. وفي غيرهم بيتواصل بعد البث بفضل الله تبارك وتعالى. كل عاقل يأبى هذا المعتقد ورب الكعبة، يأبى المراوغة. الدين واضح. هل دين الإسلام هكذا؟ واحد سألك سؤال تليفون، هل النبي كان صلى الله عليه وآله وسلم كان يجاوب الناس هكذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كان معنا آية الله العظمى السيد ميسي اسمه مجيد المهنا الحسيني الأعرجي. نسأل الله أن يهديه وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك. عندي سؤال الله يحفظك. اتفضل. كيف عائشة رضي الله عنها؟ هو انتم ما فيش في دين امكم الا كيف عائشه؟ صوت عائشه زوجة النبي يا زوجة النبي ولا مش احسن من نرجس اللي كانت بتقعد ما بين بشر النخاس قاعده مش لطيفه يا ولا؟ وما عندكمش وداخل الولا ايوه يا شيخ عندي سؤال وانشف كده يا ولا يا واد انشف يا واد وانت بتتكلم كده حاول تكون كالرجال كده. ومين المرأة اللي انت حاططها صورة عندك دي وبتقولوا عليها الامام الحسين يا ولا؟
ده الامام الحسين ده جايب واحده متنمصه ومتحجبه ومنزله خصلتين. ليه بجد؟ ليه ما بتلبسوا الشال هذه الغطره للامام، بتطلعوا خصلتين من تحت كده؟ يعني بالله عليكم، يعني انا عايز اعرف فعلا. قولوا لنا يا ضيوفنا الشيعة، ليه واحد زي دوت مثلا حاطط صوره المنسوبه للامام الحسين؟ بصوا، واحد لابس الغطاء الراس الاخضر ومنزل خصلتين كده. ليه الامام عندكم بيعمل كده يا ولد؟ وانت ليه؟ ايه روح يا عم، روح يا عم. مفيش في دين ابوهم الا عائشه. روح بقى عند السيد عمود، انا غلطان، انا كنت عايز ابعدكم عن السيد عمود، خلي علاء ينفعكم بقى. علاء يروح على السيد عمود ومرات علاء تروح عند السيده خضروات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رامي، هلا حبيبي، تفضل. حياك الله، كيف حالك؟ والله أنا من أهل السنة، بس حبيت يعني آخر المشاركة أنها قبل خالد قلت هل أنت إن شاء الله. كنت شيعي من قبل أم أنك سني الأصل؟ نعم. لا أنا كنت شيعيا قبل 5 سنوات الحمد لله، في 2018 ما شاء الله شهر 7 يوم 23 اهتديت. الله أكبر. أنت طب والأسرة عندك هل فيها مهتدين؟ المدينة أنا اللي أسكن فيها؟ لا، الأسرة، أسرتك هل فيها مهتدون أيضا؟ الأسرة نعم الحمد لله، نعم الحمد لله، كل العائلة. كم؟ نعم كل العائلة اهتدت الحمد لله رب العالمين. كم عددكم؟ احنا الوالد الله يحفظه والوالدة واخوي الاكبر مني واختي في البيت في المدرسة. 4 ما شاء الله. نعم الحمد لله. لا مجموع 5 ومعنا 5. وأنت معهم 5 ما شاء الله، هنيئا لكم. نعم بإذن الله تعالى، الحمد لله رب العالمين على التوحيد وعلى نعمة يعني أنتم ما شاء الله تتابعون البث من الأحوال. اي نعم، انا كنت متواصل معك من قبل كم يوم قبل، كنت متواصل والله معك. انا معلش، انا عندي رسائل كثيره جدا يا حبيبي، لكن باذن الله انت ايضا سيكون لك مداخله باذن الله في اخر البث، نتشرف بك وهنيئا ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. اسال الله يسعدكم ويحفظكم ويبارك الله. امين يا حبيبي، جزاك الله خير. جزاكم الله خير. مع السلامه. مع السلامه. عليكم السلام. اليوم زوجي يريد أن نريح شوية أكشن. تفضل. على البث المباشر عادي ولا تريدون في الخاص؟ لا احنا شيخنا على البث المباشر يا شيخ رامي عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام حبيبنا، هنيئا لكم. الله يحفظك يا شيخ. والله أنا الصراحة يعني أنا من الولادة، أنا من بيئة شيعية ومن قبيلة شيعية إلى قطع النفس. من ولادتي يعني نبه وواعي، أعرف الدين الإسلامي الصحيح. هاي خزعبلات بحثت بها، هاي يعني مو من دين الإسلام هذا الذي سار عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عرفت شلون؟ نعم والله. إيه نعم، شغلات ما تدخل عقل الله يشهد، وكل سنة تجينا تحديث. يعني ما أعرف هاي الناس منين تجيب هذا الدين، والله ما أعرف. زين، أنا يعني مهتدي بيني وبين نفسي، مو على البرامج ولا على طريقك، مع جل احتراماتي لك وللشيخ وليد وللشيخ الأستاذ أشرف وليد. نعم. يعني أنا بيني وبين نفسي أتمنى الشغلة حكم عقلك، يعني ما الشغلة ما يحتاج الهرام عيسى وغيره. أحسنت. الشغلة ما يعني الله. والله يعني أنت أصلا تبص يعني الحرام تشعر بريبة في قلبك، ما حكى في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الغير. وبخلاف ذلك كل إنسان الله أعطاك عقل وأعطاك فطرة، فتيجي شيء مخالف للعقل والفطرة وتقول لي كمان دين. يعني يا ريته بيقول عادة، لا ده يقولون دين، شعائر ما أنزل الله بها من سلطان. لا والله أنها شعائر الشيطان يا شيخ رامي عيسى. ما كانوا أهل البيت يجلدون أنفسهم ويعذبون أنفسهم. والله صدقت. من لطم منهم على الآخر. والله أهل البيت ناس موحدين لا يعترفون بهذه الأمور ولا يمنع ولا حرام. والله هنيئا لك الهداية أنت وزوجتك. شفت اليوم كنا بنتكلم حول القرآن وعمل تحدي على علماء الشيعة أن يأتوا بسند لكتاب الله في كتبهم إلى الأئمة،
فالأئمة ما عندهمش قرآن، ده في دين الشيعة، لكن نحن أهل السنة والجماعة علي كان من كتبة الوحي أيضا. لكن في دين الشيعة لا أئمة حفظوا قرآن، وإمام هربان وسب للصحابة وطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرك بالله ولطم وتطبير وتطيين. ما هذا الدين؟ بس ماكو هيك يا شيخ رامي عيسى. هسه احنا ما عندي شيء، انا هسه بالعكس انا اهلي الشيعة، انا اهلي كلهم شيعة حاليا والله العظيم. لا خيانة عرفت شلون، ولا اتصال يعني مبغض بيهم، بس هذا الواقع يا شيخ. ايوه واقع دين ما يدخل عقل هذا، والله العظيم ما يدخل عقل. الله يهديهم يا رب. مو هيك دين الاسلام، والله مو هيك. عرفت شلون؟ انا زوجتي مهتدية، حبيت تنطق الشهادة وياك البارحة، اتصلت عليك. نعم. وعندي جمال 2 هم مهتدين. 2؟ اي نعم. ما شاء الله. احنا عددناك امس مع المهتدين ولا لم نعدك مع المهتدين امس؟ ما اعرف يا شيخ، انا ما احاول، انا محاول هو. هي ما شاء الله زوجتك اهتدت معنا امس، لكن دلوقتي انت مهتدي ومعك 2 آخرين ما شاء الله. نعم زوجتي ابوها معمم طبعا، وتعبتني بالهدايه الى يعني اقول صار لي سنه كامله انا اسولف وياها يلا كذا، حكمتها بالقران وخليت كل شيء قدامها. حاول تسكر السبيكر وتكلم من الهاتف مباشرة. أتمنى لا تذكر أي معلومات عنكم، أن أبوها معمم أو شيء، لا تذكر أي معلومات عنكم. الله يسلمك. نعم. الله يحفظك. نعم أقول لك أنا جوزتي من الشيعة يعني المتعصبين. نعم. والسنة كاملة قاعد وياها أنا يلا قنعتها. أبوها من المعممين يعني ما شاء الله المعروفين يعني. نعم الحمد الله يهديه يا رب. إيه أنا ما بعد كذا. إيه ما شاء الله. الله يسعدكم، وأسأل أن يبارك لكم وأن يجمعكم على خير. وإن شاء الله أنا بعت لها رقم أختي من المملكة لتحفيظها القرآن، هل تواصلت معها؟ نعم هي تقرأ القرآن طبعا من قبل، بس هي يعني ما تعرف شنو الآيات، ما تعرف شنو هاي الشغلات يعني. لا إن شاء الله الأخت هتعلمها تجويد القرآن وتعلمها كل شيء بإذن الله. اي لا اقصد لك يا شيخ، انا كانت تقرا قران بس ما متدبره بالقران، يعني ما تعرف مثلا نهايه الايه شنو يعني، وترجع لبيك يا حسين ما شنو هاي. بس لا الحمد لله هسه السنيه موحده اللهم لك الحمد يعني خالصه. والله يقول لها ستشعر بالراحه والسكينه باذن الله. نعم والله شعرنا بهذا الشيء. ممكن نتحدث معها شويه في البث؟ اي نعم هي بالقرب مني. طيب أختنا الكريمة، ماذا تشعرين الآن بعد ما أعلنت الهداية معنا أمس؟ ألو. أيوة، بماذا تشعرين الآن بعد ما أعلنت الهداية؟ والله يا شيخني أنا رحت يعني ارتحت نفسيتي كلش، أحس نفسي هسه مثل الحرية عندي. الحمد لله. كانت مثل القيود وما مرتاحة، وأقول أخاف صلاتي غلط، ويعني أشك كانت بصلاتي غلط لما أصلي أنا الظهر والعصر سوا. نعم. كنت يعني أشك يعني ما مرتاح، واحد ما مرتاح يعني يصلوا عنده شك. بس والله العظيم شيخ هسه أنا كلش مرتاحة، نفسيتي مرتاحة إن شاء الله. أنا أحس نفسي تحررت كمان مع بداية قراءتك للقرآن بالتجويد كده وحفظك بعض قصار السور تشعرين بالسعادة هسه يعني حتى والله العظيم. وبطلت أتبع يعني ذولاك المعممين، وكنت أنا يعني من المرجعية أنا أتبعهم، وكنت ما أعيد ويا السنة ولا أصوم وياهم. يعني كانت كلهم يعني هم كلهم شاسة، أنا ظليت يعني أفطر وياهم وأعيد ويا السنة، بس أهلي كلهم صايمين ويظلون يحشون علي وأنت شنو هيك تسوين؟ قلت لهم ماكو، ما حد يتدخل بي، أنا منهم سنية مو وياكم. أحسنت. لكم دينكم ولي دين. أي والله أحسنت. حتى بيعذبوكم في رمضان ويقول لك لا انتظر الإفطار لتشابك النجوم، والنبي قال إذا أدبر إذا أتى الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فأفطروا. لا يعني احنا بنفطر مع أذان المغرب. وأنا أقول للمهتدين مش لازم تتبع أبوك وأمك واللي قاعدين جالسين معك وأنت صايم في رمضان، لا أذن المغرب افطر مباشرة. يعني يعذبوهم لتشابك النجوم قرب العشاء. أعوذ بالله. هنيئا لك يا أختي الهداية، والله يحفظك أنت وزوجك يا رب ويبارك فيكم وفي ذريتكم. شكرا لك يا أختي الكريم. شكرا يا شيخ. مع السلامة. رحم الله والديك. مع السلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا بك. الله أكبر ولله الحمد. وهكذا تتوالى أعداد المهتدين علينا بإذن الله تبارك وتعالى. هي أعلنت هدايتها أمس، وطبعا زوجها ما شاء الله كان اهتدى قبلها اللهم بارك، واليوم يبشرون ب2.
حتى وإن كانت ابن معمم أو بنت معمم، كثير منهم أبناء مراجع بدأوا يفكرون فعلا، وبدأوا يتركون الديانة الوثنية الهندوسية التي نسبت كذبا وزورا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.